طيب اوكي. أنا بدأت تسجيل، وأهلا وسهلا بيكم في قناة كلاود كود. طبعا الحلقة دي مسجلة وترفع على قناة اليوتيوب بعد البودكاست. أحب يعني أشكر أحمد إن هو جه النهاردة وقبل إن أنا أستضيفه معانا، وفرصة يعني أو يمكن دي أول مرة إن أنا أستضيف حد في رول الكلاود أركتكت. الناس كتير بتسألني الكلاود أركتكت ده بيبقى الرول عامل إزاي، وطبعا معروفة قوي الشهادة بتاعت اي دبليو اس، فالناس بتبقى عايز تعرف برضو هل لو اخدت الشهادة دي تقدر ان هي تشتغل على طول ولا محتاجة حاجات جنبها. فمبدئيا كده يعني اهلا وسهلا بيك. مثلا. تحب طيب تعرف نفسك سريعا؟ انا دايما بخلي يعني ايه الجست هو اللي يعرف نفسه، انا طبعا ممكن ادي نبذة، بس احب ان انت يعني ايه تقول لنا كده سريعا مين باشمهندس احمد الخولي. اولا انا بشكرك جدا جدا على الفرصه الجميله دي للاستضافه وان انا اقابل الناس. وبشكر جدا كل اللي ادونا من وقتهم وحضروا معانا، وان شاء الله باذن الله نستفاد كلنا. مين احمد الخولي؟ انا عندي اراوند 17 سنه كده خبره في مجال الاي تي عموما. طبعا بدات قبل الكلاود، كان لسه ما فيش كلاود لما بدات ايرلي ستيج. كنت شويه محظوظ، كان ربنا سبحانه وتعالى كريم معايا ان انا اشتغلت في شركات كبيره من داي 1. اشتغلت في فوجيتش، سيمنز، جلوبال نوليدج، جلوبال براندز، وجامعه زويل، مرورا ببنك ابو ظبي الاسلامي الوطني. بعد كده سافرت السعوديه، اشتغلت في اكتر من مكان. بدات من شركه اسمها ايسنس، بعد كده ديفو تيم وكي بي ام جي. اخيرا انا حاليا في كي بي ام جي. كي بي ام جي وديفو تيم هم اخر محطتين مينلي. شركات مياله اكتر للكونسلتيشن، للتكنولوجي كونسلتيشن، والاستراتيجي كونسلتيشن او استراتيجيكال كونسلتيشن. فالرول بتاعتي بقت بيور اركتكتشر او بيور كلاود اركتكت، بقيت بجمع بين البيزنس والتكنولوجي. كي بي ام جي طبعا يعني الحمد لله رب الكريم واحده من اكبر الشركات، هي واحده من البيج فور في العالم. ف شويه خدت الاكسبيرينس وكنت محظوظ ان انا اتحطيت تحت ضغط المشاريع الكبيره. ده كده سريعا. فروم تكنولوجي برسبكتيف انا بدات مايكروسوفت مينلي. مرورا بقى طبعا مايكروسوفت هي الباك جراوند الاساسيه بتاعتي، سنين وسنين من السيستم سنتر كونفيجريشن مانجر ومن الاكسشينج، وبعد كده وطبعا ويندوز ديبلويمنت واكتيف دايركتوري وهكذا. مرورا بالكلاود رحت على ايجور، اي دبليو اس، وجوجل. حاليا انا ميال اكتر لجوجل لظروف اقتصاديه، لان جوجل هي البياع الاكبر في الميدل ايست، خصوصا في المملكه العربيه السعوديه، وبحكم ان انا شغال في السعوديه وجوجل موجوده ديو تو ذا ريجوليشن، فانا ميال اكتر. فيعني كنت محظوظ ان انا مريت بتجربتي مع ايجور، مع جوجل، ومع اي دبليو اس طبعا على اكيد. جميل ده جدا سريعا طبعا. كده. حلو جدا. انا كنت عامه انت جاوبت اصلا نص الاسئله اللي انا محضرها تقريبا. كنت هسالك إيه، كنت حاطط السؤال ده في الاخر بس انا هبتدي بيه بقى بما ان انت يعني قلته. بتقول جي سي بي اكتر ممكن يعني بروفايدر منتشر في السعوديه او في الجولف كونتريز. فهل ده معناه برضو ان الناس تهتم بجي سي بي؟ الناس اللي هي مهتمه ان هي تشتغل ممكن في الخليج تذاكر جي سي بي جنب اي دبليو اس وايجور طبعا. طيب خليني اقول انه يعني الاول اقول انه الجي سي بي مهم في المملكه في السعوديه. اذا لو انت مهتم بتكنيكال بوزيشن في السعوديه خاص بالكلاود، ميل اكتر لجي سي بي مؤقتا. ليه مؤقتا؟ لان في السعوديه عندنا او يعني في السعوديه المكان اللي شغالين فيه موجود somehow regulation دي بتقول انه لازم البابليك كلاود يكون لها داتا سنتر جوه المملكه علشان تشتغل. وبالتالي الايجور لسه ما جاش، اي دبليو اس لسه ما فتحش. مين الوحيد اللي فاتح؟ هو جي سي بي، الوحيد من الثلاثه الكبار، من الثلاثه هايبر سكيلر. لان طبعا اوراكل موجوده، مع احترامي الشديد لكل الاسماء، علي بابا موجوده وهكذا. لكن انا بتكلم على الثلاثه هايبر سكيلرز الكبار، لان دلوقتي في تقسيمه للكلاود بروفايدر، في هايبر سكيلر تير 1 وتير 2. تير 1 هم الثلاثه الكبار: اي دبليو اس، جي سي بي، مايكروسوفت ايج. خلاص، ده لظروف الريجوليشن. طيب فروم سيلينج برسبكتيف، يعني هل دي الطريقه الوحيده او السبيل الوحيد اللي بيخلي جوجل اللي هو بيبيع في المملكه العربيه السعوديه؟ الحقيقه برضو لا. ليه؟ لان السعوديه مهتمه بالارتفيشال انتليجنس وبالديتا، وجوجل هي مميزه اكتر من الاثنين الباقيين في الداتا. الاثنين التانيين طبعا ممتازين جدا، لكن جوجل هي الاكثر تميزا في موضوع الداتا والارتفيشال انتليجنس. ببساطه شديده، الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج معتمده على البيج داتا تكنيكس، وهدوب فاوند باي جوجل.
فجوجل هي اشطر. والديبلويمنت عشان تبقى اسرع واجايل اكتر بتشتغل فوق كوبرنيتس، وجوجل اللي عامله الكوبرنيتس، وبالتالي بالطبيعه جوجل هي الاشطر في الجزئيه دي. ده اللونج انسر. الشورت انسر، لو انت عايز تيجي السعوديه ببوزيشن مطلوب، اهتم بجي سي بي في المقام الاول، وطبعا ايجور او امازون. طب بالترتيب ايجور، وثلاثه نمره ثلاثه تكون امازون للاسف، لسبب لان ايجور جايه في فتره قريبه. ايجور في الكوارتر 1 من 2026 هتكون فتحت الداتا سنتر بتاعتها، وبالتالي هتكون موجوده وبتكمبيت في كومبيتيشن يعني. طب انا كنت برضو قريت خبر المفروض اي دبليو اس هتفتح برضو السنه الجايه، صح كده؟ بس الكوارتر الثاني من 26. اوكي. امم. فبالمصري كده اللي سبق كان النبأ، جوجل هتبقى خدت جزء كبير. ايجور نيتفلي هي موجوده هنا، وتوقعي للسوق انه اي دبليو اس هتبقى موجوده بتنافس بعنف في السعوديه، ولكن في الكوميرشال مش في الجفرمنت سيكتور والبابليك سيكتور. ليه؟ لانها الى حد ما مشهوره في الجزء ده، وموجوده دلوقتي بالمناسبه، موجوده بقوه يعني، موجوده في اماكن كتير جدا. ولكن وجودها هيبقى وجودها جوه المملكه. لما تفتح داتا سنتر جوه المملكه هيفتح اكتر المجال لمنافسه اشد، منافسه اكثر وضع يعني. فهنا يس اي دبليو اس جايه، لكن انا بتكلم على ارض الواقع. جي سي بي حاليا متميزه جدا، وايجر هتفضل نمره واحد، لان السعوديه زيها زي الميدل ايست، واحده من الايه، من المايكروسوفت كونسيومرز يعني، مايكروسوفت هاوس يعني. طيب جميل. طب كنت عايز اسالك، انت قلت ان انت جيت تقريبا كده من سيستم انجينير او سيستم انجينيرنج باك جراوند، فانت المفروض يعني برضه كده عندك اكسبيرينس في حته بتاعه لينكس مثلا، الحته بتاعه الاكسشينج، مايكروسوفت اكسشينج. هل ده الطريق الوحيد عشان تشتغل اركتكت، ولا شفت طرق تانية ممكن تيجي من باك جراوندز مختلفة عشان توصل ان انت تبقى كلاود ماشي. اركتكت؟ خليني اقول الاول يعني ايه كلاود اركتكت. اوكي. واشرح يعني ايه كلاود اركتكتشر، واقول لك ايه التولز اللي بستخدمها. لان دايما از وي كيم فروم ا تكنيكال باك جراوند، دايما بنفتكر ان التكنيكال هي الجزء الاهم في الكلاود اركتكتشر. الحقيقه لا. والا هنخش في ديلاما كبيره جدا، ديلاما الايه. طب فروم ويتش باك جراوند اي شود كيم. الناس اللي اشتغلوا مايكروسوفت، انا اشتغلت مايكروسوفت، وانا طبعا فروم داي 1 بكتب كود، مم. وبكتب كمان باش، وبكتب بايثون، طبعا واشتغلت على لينكس. هل ده السبيل؟ مش الحقيقه مش هو بس. خليني اقول لك بالظبط يعني ايه كلاود اركتكتشر، وازاي الكلاود اركتكتشر بيشتغل، وازاي تبقى كلاود اركتكت شاطر صايع. ازاي تبقى في يعني لما يكون في اتنين كلاود اركتكت قدامك، واحد منهم هتختاره او هيختاروك على اي اساس لما تكون واحد منهم. اوكي. طيب الاول يعني ايه كلاود اركتكتشر؟ يعني مبدئيا كده خلينا اسهل عليك الامر، اقول لك يعني ايه اركتكتشر. تمام. الاركتكتشر هي البنيه التحتيه، البنيه المعماريه للموضوع. تمام. طيب انت عندك قطعه ارض وعايز تبنيها. اوكي. قطعه الارض دي هتديها المقاول او لمهندس عشان يبنيها، صح كده؟ عظيم. المهندس ده لما تيجي تصنف، يا ترى هديها المهندس شغال ايه او مهندس بيعمل ايه؟ هل هو مهندس مدني هيبني؟ طب راجل بيفهم في الخرسانة المسلح؟ لا، راجل بيفهم في الديكور. في شركة استشارية او مهندس استشاري بيرسم لك كل حاجة ليها علاقة بقطعة الارض بتاعتك. اوكي. كل حاجة بقى يعني ايه؟ يعني انت النهاردة بتسلم الارض للاستشاري اللي هيرسم الرسم المعماري دوت. راجل بيحدد آه، مدى صلابة التربة، بيختبر التربة علشان يتأكد إلى حد ما إلى أي مدى التربة دي ممكن تستحمل. طب أنا هبني عليها الخمس أدوار، 10 أدوار، 20 دور، تو واتش ليفل أنا ممكن أبني عليه. طيب لو قررت ان انا اقدر ابني حد 20 دور، بس انا ما عنديش دلوقتي غير امكانيه ان انا ابني خمس ادوار بس، فلازم يسيب لي الطريق ان انا امد باقي الادوار بطريقه جايل او بطريقه اسهل، وهكذا. كذلك برضو خليني اقول لك الاير فلو، اتجاه الهواء مهم جدا. فالاوضه دي تبقى بري بحري، الاوضه دي غربي شرقي، الاوضه دي شمالي جنوبي، وهكذا. الحاجات دي كلها فيري امبورتنت. مين اللي بيحددها؟ الاستشاري. الى الان هو ما بناش، الى الان هو بس بيرسم، هو بيتخيل.
بيزد على شويه اكسبيرينس كبيره هو مجمعها. وبالتالي على سبيل المثال حاجه صغيره جدا كده ممكن في الاركتكتشر بتاعك تقلب كيان العماره. يعني على سبيل المثال انا قررت ان القبلي في المنطقه الفلانيه، فانا اولى بيا ان انا هستخدم القبلي دوت عشان الاير فلو، عشان الحر، فهستخدمه في حاجات انا ما بقعدش فيها كتير، فاروح الحمام. طبعا في ناس بتقعد كتير في الحمام، ولكن انا بتكلم على الناس الطبيعيه. كويس. فبنروح نحط في المنطقه دي او في الجزء ده مثلا مواسير الصرف ومواسير الميه، ونفوكس هنا وازاي نبروتكتت ونحميها. طب ازاي انتو اند لما اجي ابني الاركتكتشر بتاعي احميه من في حاله الحدوث الايه، اندلاع نيران او كوارث او بيرفكت. الراجل ده هو ما بناش لحد دلوقتي، ما بناش لحد دلوقتي، حتى ما مدش ايده يبني حاجه. بيدي اللي هو رسمه واللي هو صممه لمجموعه من الانجينيرز او المهندسين، كل واحد فاهم شغله وكل واحد فاهم، ولكن مربط شغله بشغل الناس التانية. فالراجل المسؤول عن حديد المسلح لازم يبقى عارف اجمالي الايه، اجمالي التحميل اللي هيحصل، اجمالي الحمل اللي هيحصل وتوزيعه ازاي، وبالتالي هيحدد النوع الانسب من الحمل ومن الحديد المسلح وهكذا. خلاص دي فيري جينيريك، فهمنا يعني اركتكتشر في الارض الواقع. تعال لما نبني ده على الكلاود. يعني ايه كلاود اركتكت وازاي بيبني كلاود اركتكتشر؟ كلاود اركتكت مينلي الشخص اللي بيستلم البيزنس نيدز. الراجل البيزنس بيقول له انا محتاج سيرفيس شكلها كذا على الكلاود، وهو على اساسها بيبدا يحط الديزاين للاند تو اند كلاود جيرني. الموضوع هنا مش بس لاندنج زون، مش بس كلاود سيرفيس، مش بس ايدنتيتي. الموضوع كمان ليه علاقه بالبيزنس نيدز، بالكابابيلتي بتاعت الناس اللي هتشتغل ليتر اون على الكلاود دوت. هل الاورجنايزيشن دي بتعرف تشتغل على الكلاود ولا لا؟ هل هي ريدي للكلاود ولا لا؟ اوكي. فهنا دور الكلاود اركتكتشر. طيب، او الكلاود اركتكت انه يبني كلاود اركتكتشر. خليني بقى اخد الموضوع ده لشكل اعم واشمل واشرحه خطوه خطوه. انا ككلاود اركتكت بعمل ايه؟ بيجي لي بزنس نيد، يقول لي انا محتاج اطلع للكلاود. ايه الموتيفيشن يا مستر بزنس نيد، يا مستر بزنس اللي محتاج تطلع بيه للكلاود؟ والله الموتيفيشن بتاعي to do some cost efficiency. نوع من انواع الايه، مش بس التوفير ولكن الكفاءه في الانفاق. او الجو تو ماركت، الابلكيشن بتاعي بطيء جدا لما باجي اعمل له ريليز للابجريد، ومحتاج ايوتلايز او ليفرج الكلاود تكنيك. انا ككلاود اركتكت بقول له طب تعالى ابدا معاه من البيبل اندرستاندينج. الناس اللي عندك كموظفين ريدي لشغل على الكلاود ولا لا؟ بميجر ده بقيس الى اي مدى هم بيعرفوا كلاود، لان النقله من الانفراستراكشر او من الاون بريم للكلاود نقله محتاج تساعد فيها الناس علشان تتعلم التيم الاي تي تيم، لسببين. لان النولج مش موجوده، والسبب التاني تخوفهم من ان هم يمشوا. ما هو لما يكون انا كل حاجه عندي تحت ايدي في الداتا سنتر بتاعتي، وفجاه واحد جاي يقول لي لا ده انا هوديك على الكلاود، مفيش نتورك، مفيش هاردوير، مفيش حاجه انت شايفها، انا كمهندس هعمل ايه؟ كده ممكن يروحني الراجل ده. فحتى الثقافه بتاعت الكلاود لازم تروح للناس دي. تمام. طيب، بعد كده البروسيس والبروسيدر. انا كمستر انا كمستر كلاود اركتكت او كلاود اوبريتور، بعد كده الراجل اللي هيشتغل على الكلاود، الراجل ده هل هو ريدي ان هو يشتغل بمجموعه من التولز هتساعده ولا لا؟ دي كلها حاجات مهمه جدا تتاخد في الحسبان، والكلاود اركتكت بيشتغل عليها او لازم يفهمها. بعد كده بيجي الجزء التكنيكال بقى. هنا بيجي دورك كتكنيكال. انا بشوف الايدنتيتي اللي هستخدمها مناسبه ازاي، ايه السكيورتي تولز اللي هستخدمه، ايه المونيتورنج تول اللي هستخدمه، ايه المايجريشن تكنيك اللي هستخدمه، ايه الربط ما بين السيستمز وتبديلات السيستمز. الحاجات دي كلها هي دي شغلانه الكلاود اركتكت، او هو ده بالظبط الكلاود اركتكتشر. وبالتالي الكلاود اركتكتشر تو ميك ات فيري ايزير، او الكلاود اركتكت الراجل اللي هيشتغل في الاركتكتشر مش لازم يكون عنده نوع معين من السكيلز جاي بيها. مش لازم يكون he came from Microsoft background فهيشتغل ايجور بس خالص، او جاي from Linux background فهيشتغل امازون. لا، هو ممكن يكون جاي from مايكروسوفت باك جراوند فاشتغل فاشتغل لينكس، سوري اي دبليو اس. ويفضل انه يكون بيعرف الثلاثه هايبر سكيلر او اتنين منهم، يا سلام. تمام. وبالتالي
لو انا محتاج اليست قايمه بالسكيلز اللي مطلوبه، السكيلز اللي مطلوبه منك علشان تبقى كلاود اركتكت محترم كويس، فخليني اقول لك very deep experience في واحده من الهايبر سكيلر، واحد بس. تمام. انا لما جيت اتعلم انا سنين ايجر وسنين مايكروسوفت، لما جيت اختبر او اخد الاكزامز او سيرتيف زي ما بنقول في مصر جوجل، عملت ايه؟ جبت كاند اوف تيبل بيشرح مايكروسوفت سيرفيس اسمها ايه وبقت في جي سي بي اسمها ايه، وامتحنت على كده، ما اضطريتش اذاكر تاني. لان الكلاود هي ايه؟ الكلاود هي سيرفيس اون ديماند از بير ريكويست. انت النهارده عايز ماشين فيرتشوال ماشين، فبتروح لامازون بتقول له محتاج حاجه اسمها اي سي 2. تروح لايجور بيقول لك خد ايجور في ام. بتروح لجوجل بيقول لك خد الجي سي اي. لكن هم الثلاثه فيرتشوال ماشينز ليهم اي بيز ليهم كومبيوتنج باور، نفس التكنيك. لو غيرت لون اليوزر انترفيس من ازرق لابيض بقى ايجور وجي سي بي خلاص. بدليل انك ممكن تختصر الامر ده كله وتستخدم تول زي انسبل او تيرافورم تعمل انفراستراكشر از كود. اوكي. فانت هنا محتاج تبقى عارف التول دي بتشتغل ازاي والبروفايدر بتاعها بيشتغل ازاي، وبالتالي انك تنقل من كلاود لكلاود اتس فيري سموث. يبقى اول نقطه خالص انك يبقى عندك ديب نولج في واحده من الكلاود. يكون عندك نولج عامه في الديزاين ان جنرال، في السوليوشننج ان جنرال. اللي هو ايه؟ انا محتاج البيزنس بتاعي محتاج somehow ناس يعملوا لوجن. فاليوزر اكسس ده محتاج ايه؟ عشان انا بقى قاعد اعمل عمليات منتال في حاجات منتال في دماغي. اوكي. يبقى محتاج ايدنتيتي. خلاص انا ككلاود اركتكت عارف ان انا محتاج ايدنتيتي. لو انا هروح على مايكروسوفت ايجر هختار ايجر اي دي. لو هروح على امازون هختار الايدنتيتي بتاع امازون. لو اروح على جي سي بي هختار الايدنتيتي بتاع جي سي بي. طيب لو انا عندي مالتيبل كلاود او مالتي كلاود، فانا هنا هحتاج اقول اوكي ليتس ان احنا نشتغل على وان ايدنتيتي، او اختار سوليوشن يكون بيشتغل مع الثلاثه كلاود. يعني تخيل كده لو انت رايح البيزنس بتاعك او الكاستمر بتاعك هيتحرك كله على امازون، فانا هستخدم الايدنتي بتاعت امازون. كله على ايجر فهستخدم الاكتيف دايركتري. طب لو انا جزء منه على امازون وجزء على ايجر وجزء على جي سي بي وجزء اون بريم، انا هنا بقى احتاج اعمل سنجل ساين اون تكنيك. فانا لازم اكون فاهم ككلاود اركتكت يعني ايه ايدنتيتي. اوكي. بس مش لازم اكون خبير بقى في الايدنتيتي. هي دي النقطه. وبالتالي تاني سكيل مطلوبه للكلاود اركتكت انه يكون بيعرف ديزاين يديزاين سوليوشن فروم سوليوشننج برسبكتيف. يكون فاهم شويه سكيورتي، يكون فاهم كتير من السكيورتي اتليست، يكون فاهم انواع السكيورتي ايه، ايه الفرق، هاو تو سكيور ذس لاير. طيب ويكون كمان بيعرف اوبريشنز. ويا سلام لو يضيف على ده واحده من الشهادات اللي مختصه في الاركتكتشر، حاجه زي توجاف على سبيل المثال، او اي حاجه من الحاجات دي. طيب التوجاف واخوانه از نوت ماست هنا، ولكن ده بيتحط على الكيك، بنسميها شيرون توب. يعني عارف انت ال الكريزه اللي بتبقى فوق الكيك بتاعك او فوق التورتيه بتاعتك. اوكي. وبالتالي تو سمرايز، الكلاود اركتكت someone بيعرف يبالانس، يعرف يوزن ما بين البيزنس نيدز والتكنيكال نيدز على كلاود وبزنس. يقدر يفهم احتياجات البيزنس. يعني لو البيزنس محتاج الكلاود علشان يوفر فلوس، الراجل ده المفروض يظهر له ازاي هيوفر فلوس فيشتغل اكتر على الفين اوبس تكنيكس. لكن لو الراجل هنا او البيزنس محتاج يفهم اكتر او يسكيور مور، فالكلاود اركتكت المفروض يشتغل اكتر على انه يضيف سكيورتي لاير. طيب لو كل اللي يهم البيزنس الفيزيبيليتي، فالراجل ده المفروض يشتغل على التولز اللي بتعمل مونيتورنج وداشبورد وفيزيبيليتي. ودي ميزه الكلاود ان كل حاجه موجوده. خليني اقول لك ان الكلاود عامل زي السوبر ماركت، بتاخد حضرتك العربيه بتاعتك وبتمشي بتنقي اللي انت عايزه بتحطه في العربيه، بتحاسب في اخر السوبر ماركت عند الكاشير وخلاص. ده كده تمام. يعني فيري طب جينيريك. لو لا في لا، اي طب جميل. انا لو هسألك، طيب هل انت محتاج جنب كل ده ان انت تبقى عندك كوميونيكيشن سكيلز عالية
لان انت بتتكلم ممكن مع كاستمر زي ما انت بتقول، ممكن الكاستمر ده يكون مش تكنيكال مثلا، او بتتكلم مع حد معين في عند الكاستمر يكون مش تكنيكال، فمحتاج تبقى عارف ازاي تكلم مين عند الكاستمر ازاي. وبرضه ناحية حتة البيزنس محتاج تبقى عارف برضه شوية بيزنس باك جراوند. Yes. طيب، خليني اقول لك انه communication skills, you should have communication skills. You must almost always have communication skills. هتشتغل ايا كان ايه، لازم يبقى عندك الكوميونيكيشن سكيلز. الكوميونيكيشن سكيلز بس بتفرق في كونك كلاود اركتكت، انك هتغير الليفل اوف كوميونيكيشن. هنا بقى المشكله، الليفل اوف كوميونيكيشن ده بيبقى سي اكس او، يعني سي اي او، سي او، سي او، سي وهكذا. طيب، هل المشكله هنا ان الناس دي اذكى او اكتر او اكتر تاثيرا في الشركه، او الشكل اللي هو ايه، انت لازم تعلي الكوميونيكيشن سكيل عشان تكلم سي اي او؟ الحقيقه لا، مش كده خالص. الحقيقه انك هتغير المانر بتاعتك لسبب اسباب كتيره. السبب منهم انك هتكلم ناس ما بتفهمش تكنيكاليتي. انت ما ينفعش تروح تتكلم مع السي اتش ار او، هو محتاج سيستم على الكلاود على سبيل المثال، تقول له الله انا هعمل لك كده علشان مايكروسوفت عندها انترا اي دي بينما مثلا جوجل ما عندهاش. يعمل اللي انت بتقوله، دون هاف ان ايديا اباوت ذس. هو ما يهموش انت بتعملها ازاي، هو يهمه انت بتعمل ايه، واحيانا بكام، واحيانا امتى، بس اكيد مش ازاي. يعني ما يلزمنيش اعرف ده. يلزمني اعرف امتى، يلزمني اعرف هتوفر لي كام، يلزمني اعرف هتكسبني كام، يعرفنا توفر لي ايه، هتكسبني ايه. This is most important part. وبالتالي انت محتاج اللي بنسميه to explain technical stuff to non-technical people. كويس. ده محتاج منك انك تقرب لهم، مش هم اللي يقربوا لك. ما ينفعش تيجي تقول ايه، والله يا عم انا هشرح، هو يفهم يفهم، ما يفهمش يخبط دماغه في الحيط. مفيش كده. في انك انت هاو تو اكسبلين. فدي نمره واحد. نمره اتنين، انك محتاج تغير المانر. انا لو بكلم رزق، لو بكلم احمد الغولي، لو بكلم اي حد من الشباب اللي موجودين from technical perspective، فانا ممكن ابدا اشرح لهم، اقول لهم والله بصوا، ده جوجل عندها بواليون مثلا، ده وصلوا للكوانتم كومبيوتنج. فتقول لي يا ابني ليه، ازاي حصل، ازاي، ما شاء الله، اوكي. سي او لشركه بيرسيل، ده جوجل وصلت للكوانتم كومبيوتنج. لا والله، طب الحمد لله على السلامه، وصلوا ازاي وركبوا ايه وبتاع. انا يهمني ايه، هستفاد ايه. والله العمليات التجاريه اللي كنت بتعملها، او مثلا الار ان دي اللي الناس بيعملوه، فبتوع الكيمستري بدل ما كانوا بيقعدوا 27 يوم يحلوا المشكله، يقعدوا 17 ثانيه. انت وفرت لي فلوس، وفرت لي تايم، وفرت لي اوبريشن، وديتني اسرع للماركت. تعالى يا حبيبي اشرح لي ده، فهمني ده. اوكي. علشان واحيانا، مش بس احيانا، انت دايما هتكلم الصنفين. تكلم الجماعه البيزنس اللي ما بيفهموش تكنيكال، والجماعه التكنيكال اللي ما بيفهموش بيزنس. الشطر الثاني من سؤالك، هل انا محتاج ابقى عارف بيزنس؟ هنا احيانا كتير بيبقى الاجابه وبالتالي لما تسالني اقول لك افضل كده. ليه؟ لان انت كلاود اركتكت هتعمل سوليوشن لمستشفى، وتعمل سوليوشن لبنك، وتعمل سوليوشن ل let's say مدارس. اوكي. ايه الفرق؟ الفرق هنا انك انت المستشفى لازم تطبق كومبلاينس على هبه. هبه ده ستاندرد للاندستري بتاعت الصحه، هو معمول مخصوص للصحه. وانما في البنك انت محتاج تطبق بي سي اي دي اس اس. اوكي. فلو انت ما تعرفش على الاقل يعني ايه بي سي اي دي اس اس، فاهم، فهتبقى يعني واحد بيكلمك يقول لك احنا لازم نطبق بي سي اي دي اس اس. هنا بقى انت وقعت في مقلب. قلت له عينيا. ما انت مش عارف، ده احسن يطلع البي سي اي دي اس اس، دي حاجه عيب، ها. وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول له لا، لان ده شغلك. فلازم تبقى عارف الاندستري، لازم تبقى فاهم البيزنس، لازم على الاقل تبقى مذاكر somehow very very high level of the business. ماشي، جميل جدا. طب بالنسبة للسيرتيفيكتس، انت قلت ان انت خدت سيرتيفيكت في جي سي بي، وشفت قارنت السيرفيسز باللي موجودة في ايجور. ايه طب السيرتيفيكتس اللي المفروض الواحد ياخدها لو عايز يبقى كلاود اركتكت؟ طيب، لو عايز تبقى كلاود اركتكت، كل شركه من الشركات اللي بتقدم خدمه الجي سي، اللي بتقدم خدمه الكلاود، سواء جي سي بي، دبليو اس، ايجور، علي بابا، وريفر، كلهم بيقدموا السيرتيفيكت بخصوص السوليوشن اركتكتشرنج او الاكسبيرينس دي. كويس. فواحده منهم تكفي. جميعهم تبقى انت يعني زدت وزودت.
حاجه جميله جدا، شيء رائع. كويس. لو تقدر تروح تاخد كمان توجاف، شيء عظيم جدا. تيرافورم او اي حاجه من الحاجات اللي بتعمل انفراستراكشر از كود، شيء عظيم جدا. خلينا نرتب. الماست انك تكون معاك آه، حاجه من السوليوشن اركتكت او سوليوشن اركتكتشر اكسبيرينس بتاعت واحده من الشركات، ايجور، جي سي بي، او اي دبليو اس. ده يعني ماست، يعني ماست تو هاف، ما مالكش حل. كويس. ولكن بعد كده يفضل بقى انك انت تكون عندك بعض الاكسبيرينس او السيرتيفيكت في سكيورتي، ديف اوبس، سي اي سي دي بايب لاينز، ويا سلام لو تيرافورم. لكن الحقيقه ان الهاندز اون اكسبيرينس والريل والريل نوليدج اهم من السيرتيفيكت. كويس. بس في في ناس سؤال. بتفتكر لو اخدت الشهادة ممكن تشتغل على طول اركتكت. بأوقات بقول بيبقى صعب، يعني انت محتاج ان انت يبقى عندك اكسبيرينس قبليها، حتى لو شغال رول زي ما انت قلت سيستم انجينير، او يعني مش اللي هو انت فريش جراد تاخد شهادة وتشتغل اركتكت على طول. صح؟ شوف، يعني خليني اقول لك ان في جريدز جوه سوليوشن اركتكتشر نفسها. كويس. يعني فاكر زمان كده لما كان الناس عندها قناعه، انا فاكر كويس قوي من 17 و15 و14 سنه، الناس كان عندها قناعه ان التكنيكال سبورت لما بيتراقب يبقى سيستم ادمن. اوكي. والسيستم ادمن لما بيتراقب يبقى سيستم انجينير. اوكي. ودي كان حاجه غلط تماما. التكنيكال سبورت ده راجل شغال في حته في ناحيه بيسبورت اليوزر، ومهم جدا. وبالعكس ظهر الايام اظهرت انه الاهم، لانه هو اللي بيحرك السيستم ادمن بالمناسبه. ازاي؟ لو النهارده اليوزر عنده مشكله في الاكسسبيليتي او ريتشابيليتي، والتكنيكال سبورت تيم شاف ان ده بسبب عدم وجود ام دي ام، فهيفورس السيستم انجينير تيم انه ينستول ام دي ام. ولو حصلت مشكله، اليوزر والتكنيكال سبورت في تيم بيحارب مستر سيستم انجينير. ها. فده موضوع مختلف. نفس الفكره بالظبط. هل ينفع ابقى متخرج واشتغل سوليوشن اركتكت مش او كلاود اركتكت؟ مش هيبقى اسمك كده. ولكن تقدر تعمل ده، تقدر تشادو حد بيعمل ده، تقدر تدور على منتور يعلمك بتعمل ده. والمنتور ده بالمناسبه، وهنا نقطه مهمه جدا، المنتور ده ما ينفعش يكون جين اي اي يا اخوانا، لا شات جي بي تي ولا غيره. اوكي. شات جي بي تي ما يقدرش يكون منتور ليك في السوليوشن اركتكتشرنج والكلاود اركتكتشرنج لسبب. اولا الهلوسيشن، لانه بيهلوس احيانا، تمام، والهلوسه ما تنفعش مع الاركتكتشر. والهلوسه ده لفظ تقني، انا ما بهلوسش. هو الجين اي اي بيعمل كده، شات جي بي تي بيهلوس. اوكي. حتى احنا بنحاول كتير نعلمه ازاي ينسى او ازاي ما يهلوسش، يعني ولسه ايه، ان ايرلي ستيج. لازم شخص يكون عمل ده، او على الاقل تقرا مشاريع، الاف المشاريع على الجيت هاب والجيت لاب بتشرح ازاي ده حصل، او ناس بتقعد تتكلم في بودكاست زي حالتنا كده بيفهموا بعض ازاي ده حصل. فدي نقطة مهمة جدا، الى جانب انك انت تختار المكان اللي ممكن يكون بيساعدك انك تبقى سوليوشن اركتكت. يعني لو حضرتك النهارده رحت اشتغلت في بنك على سبيل المثال، او في وزاره من الوزارات على سبيل المثال، وعايز تبقى كلاود اركتكت، فانت اخترت الطريق الصعب. اصل البنك صعب قوي نطلع على الكلاود دلوقتي الا لو انت بتسكيور كلاود 100%. البنوك يهمها جدا السكيورتي، والحكومه نفس الفكره. تمام. فانا هعمل ايه؟ انا لازم اروح ادور على مكان فيري اجايل ان هو يكون بيساعدني ان انا اتعلم واشتغل اي حاجه وابدا من هناك، بس محتاج هاندز اون اكسبيرينس. ذاتس ات يعني. عامة هو اللي انت قلت عليه ده برضو حاجة انا ملاحظها. ممكن تشات جي بي تي يكمبنسيتك، او اي يعني اي اي تول ماشي تكمبنسيتك في حتة ان انت تجيب كود، تموديفاي على كود. بس حتة ان انت تفكر end to end كده اركتكت، الموضوع ممكن يبقى اصعب شوية او اصعب شويتين، مش هيبقى بالسهولة دي. ودي يس. برضو حاجة تميز الكلاود اركتكت عن رولز تانية كتير في الكلاود. بص، يعني انا تو بي فرانك وذ يو، جزء من شغلانه الكلاود اركتكت ان يكون خيالك واسع. اوكي. امم. سلام، تقعد تتخيل كده الموضوع. طب لان في يوزر جيرني بتحصل في دماغك. اليوزر على ما يدخل علشان ياكسس الابلكيشن، طب الايدنتيتي هو السكيور ذس. ولكن الخيال ده جه منين؟ يعني انا هسألك سؤال. آه لو جيت اقول لك اوصف لي هرم اللي موجود في المكسيك. اوكي. فحاجه من الاثنين، اما انك انت
هتتخيلوا حاجه شبه الهرم اللي انت شفته بعينك في مصر، تمام، او هتقولي لا والله معلش ما اعرفش، صح. طب لو انت شفت اهرام نفس الحضاره، حضاره المايا، بس في البيرو، في البيرو، تمام، فغالبا هتعرف تتخيل الهرم ده، وهيكون قريب جدا. هي نفس الفكره بالظبط. هل انا عشان اتخيل السوليوشن او الكلاود اركتكتشر بتاعي هجيبه هالفه يعني، هخترعه؟ لا. لكن مور اند مور تقدر تقرا كلاود اركتكتشر يعني. مش عارف انا اقدر اشير ماي سكرين ولا لا، بس انا اه عايز طبعا. ادي مثال. اه لا انا تقدر اسف، انا اسف. او خليني ماشي، اوكي. لو ينفع تشير، اوكي. انا بس كنت هروح على الويب سايت. اوكي. آه انا مش قادر يعني افهم بالظبط. ممكن تعمل شير سكرين. خلي بالك انا عادي عادي، مفيش مشكلة. الزوم لست ذلك الخبير. اوكي، خليني اشير السكرين كلها. اقول له شير. اوكي. وبعدين هروح هنا اقول له مايكروسوفت مثلا ديزاين او اركتكتشر ديزاين سنتر على سبيل المثال. اوكي. ده ايجر اركتكتشر سنتر. ده بيديني بقى الايه التخيلات. يعني تخيل معايا كده مثلا، لو انا عايز اشوف ديزاين حد عامله على الاي اي، اوكي، او حد عامله على الكمبيوت، تمام، فهنا بيديني مئات يعني كمية مرعبة ازاي اللاندنج زون بيحصل لحاجة زي الكمبيوت باور. يعني خليني اقول لك على حاجة ان جنرال اهو. لاندنج زون على سبيل المثال ده البيز لاين لاندنج زون. اوكي. لو فتحته هنا كده وبدات افهم خطوه بخطوه، اليوزر لما بيدخل بيقابل الابلكيشن جيت واي. الابلكيشن جيت واي ده شغل ان هو يسكيور. بيروح بعد كده الفرونت اند، الفرونت اند في الباك اند هو مش عارف ايه، وهكذا، تمام. somehow الزونينج واليوزر جيرني والسكيورتي مش بس كده بالمناسبه. بص، المايكروسوفت فيندر، الكوست مانجمنت، الاورجنايزيشن بوليسي. طب لو خدت بالك من الصوره دي، تمام، دي مرسومه اوكي على امم. الويب سايت بتاع مايكروسوفت. لو نزلت تحت هنا على الاركتكتشر هتلاقيه بيشرح كل كومبوننت على حده بيعمل ايه. امم. النوع ده من البراكتس ومن الاكسرسايز تفيدك. مايكروسوفت عندها ايجور عندها طبعا، جوجل عندها، امازون عندها، كل واحد عنده اللاندنج زون سنتر بتاعته او عنده الديزاين سنتر بتاعه، تمام. يفرق معاك كتير جدا. ليه؟ لانه هو بيشرح لك وهو ماشي في الطريق، بيشرح لك كل ستيب بتعمل ايه، وايه فايده النتورك هنا. طب الاون بريم كونكشن بيحصل ازاي، الفي بي ان بيحصل ازاي، وهكذا، تمام. ده الجزء اللي قد يكون سهل جدا الوصول له، اللي هو ايه؟ اللي هو الجزء التكنيكال. الجزء بقى النون تكنيكال في الموضوع، البروسيس والبروسيدر والكلام ده بيتفهم منين؟ الحقيقه ان حتى ده كمان كل تكنولوجي بروفايدر عامله الفريم ورك بتاعها. الكاف عند مايكروسوفت، الار استراتيجي عند ايجور، وهكذا. لان زي ما قلت لك الموضوع مش مجرد كونه something technical to be deployed. الموضوع مفيش حاجه اسمها كلاود اركتكتشر فريم ورك بناخده رايت كليك انستول نيكست 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 فينش خالص. موضوع شويه somehow بقعد بعمل ستيك هولدر انترفيوز في جزء احنا كناس تكنيكال من باك جراوند تكنيكال بنغفل عنه. مش بس كده، احنا احيانا بنرقيه لمرحله الهري والهجس والكلام اللطيف اللي احنا بنعلم ده بيهجس. جزء ايه؟ الفريم ورك، الاوبريتنج موديل، وهكذا. ده موضوع مهم ولازم اخد وقت دلوقتي اشرحه جدا. انك النهارده لما بتجي لي تقول لي والله يا مستر كلاود اركتكتشر ابني لي في خيالك وابني لي somehow الديزاين بتاعي، وانا عملت لك بيت رائع جدا في خيالي وبنيت عمارة رائعة جدا، ولكن حطيت في العمارة دي على سبيل المثال سمارت هوم تكنيكس وريموت علشان تفتح وتقفل النور
وحضرتك مش فاهم الموضوع ده، فدخلت الباب قعدت تدور على مفتاح النور ما لقيتوش، هتتصل بيا تقول لي انت ما فهمش حاجه يا معلم، فين الزرار اللي هدوس عليه يفتح؟ اقول لك والله الريموت ده. انا محتاج اعلمك، محتاج انيبل يو على انك امم. تستخدم الريموت. مش بس كده، الريموت كنترول بتاعي ده اللي انا اخترعته لك وصممته لك واديته لك، يحصل ايه لو باظ؟ هل هقدر اصلحه ولا لا؟ في حد موجود في المدينه اللي انت عايش فيها بيفهم ده؟ ولا انا مديك فاهم زي مديك عربيه ما مش موجوده غير في الدمام ولازم تروح تصلحها في الدمام كل ما تبوظ؟ كلام ما ينفعش. تمام. وبالتالي مستر سوليوشن اركتكت ما يهموش بس انك تشتغل، يهمه البيزنس ريزيلينس والبيزنس كونتينيوتي، يهمه الباك اب، الدي ار، ديزاستر ريكفري، يهمه السكيورتي، صح كده؟ وبالتالي يهمه كمان الى جانب التكنيكاليتي الناس اللي تقدر توبريت والبروسيس اللي يقدر يوبريت. انا هديك على سبيل المثال مثال مشهور جدا. انت النهارده في اي في اي شركه في حاجه اسمها كاب، تشينج ابروفال بورد. تشينج ابروفال بورد ده ناس بيجتمعوا كل اسبوع. حضرتك لما تحب تعمل ابجريد للابليكيشن بتاعك او نيو ابليكيشن، فبتكتب مستند عظيم اسمه تشينج ريكويست، سي ار. في السي ار ده بتكتب تشرح انت عايز تغير ايه في الانفايرمنت بتاعتك، عايز تغيرها ليه، ايه الامباكت على اليوزر، ايه حجم الامباكت، هل هو على يوزر واحد او على مجموعه من اليوزرز، وايه الرول باك بلان، صح؟ وبتروح تقعد مع الناس دي قعده لطيفه، تفهموا من بعض ايه اللي هيحصل، ممكن يوافقوا ممكن لا، لانك هتعمل فيرتشوال ماشينز وهتخش على اكتيف دايركتري، هتعمل تغييرات عنيفه، صح؟ طب النهارده انت عندك ابلكيشن على كونتينر والفيرجن 5.5 5.5 هو اللي موجود اونلاين على الكلاود. حضرتك حبيت انك تعمل ديبلويمنت ل 5.6، فعملت الابديت على كونتينر وعملت سواب للكونتينر ده، اليوزر ما حسش بحاجه، صح؟ طب لو عملت سواب اوف، لو حصل حاجه، حصل مشكله، رول باك واضطريت ترجع كل حاجه، اليوزر برضو ما حسش ان فيه داون تايم، وبالتالي نو نيد للتشينج ابروفال بورد، صح؟ فما بقاش من المنطقي ان انا اجتمع كل اسبوع علشان اناقش حاجه. طب ايه اللي هيحصل؟ انا لازم اغير ثقافه التيم بتاع الكاب علشان يادبت على الديف اوبس، عشان يادبت على السيرفيس فاليو، علشان يفهم الموضوع الجديد ده. وبالتالي انا بالنسبه لي ككلاود اركتكت مش بس التكنولوجي، انا لازم افهم بيبل، لازم افهم بروسيس، لازم افهم بروسيدر، لازم افهم فريم ورك، جفرنس لاير، وهكذا. على الاقل خالص يبقى عندي النولج عنه. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا. انت اعتقد ان عندك تمام. سؤال ولا اكمل؟ لا لا لا، كمل. أنا ممكن بس اضيف حاجه بحته الاوبريتنج موديل. ان انت بتبص برضو كده على الاوبريشن. انت مثلا مثلا مطلوب منك بروجكت ان انت تديبلوي فاير وول مثلا على الكلاود سكيورتي كلاود بتاعتك بفاير وول. فمثلا ممكن تختار فيندور اكس او واي، بس انت عارف ان مثلا فيندور اكس ممكن يبقى عنده فيتشرز احسن من فيندور واي. بس انت عارف ان مثلا شركتك الناس اللي بتشتغل فيها كلها عارفه فيندور واي. فلما تيجي تجيب فيندور اكس عشان تعلم الناس دي الفيندور، الموضوع ممكن يبقى صعب بالنسبه لهم، سهل هم فاهمين فيندور واي. فلو راحت على الكلاود موضوع، فلازم تبقى انت واخد بالك برضو الاوبريشن، الناس شغاله ازاي، الناس فاهمه ازاي، هل الموضوع هيبقى بالنسبه لهم سهل ولا صعب. مش موضوع بس فيتشرز وبنفيتس انت ايه بتاخدها يعني من ان انت تديبلوي او تعمل اركتكتشر معين. بالظبط. هي دي النقطه المهمه، انك it's not only about technology، لا about people about enablement about process about sharing the knowledge. ده كله كلام مهم جدا، لازم لازم يتاخد في حسبان الكلاود اركتكتشر. الموتيفيشن اللي انت هتشتغل بيها مع الانفايرمنت بتاعتك سواء انت او الكاستمر. يعني انت نفسك شغال في شركه وانت كلاود اركتكت في شركه، لان على فكره في ناس فاهمه الكلاود اركتكتشر بينتهي دوره عند الاوبريشنز. هي مش كده ليه؟ لان خليني اقول لك الاركتكتشر احنا بنقسم الرول بتاعتنا لاربع اجزاء اساسيه. حاجه بنسميها strategical level of the responsibility، بعد كده tactical level، بعد كده operational level، واخيرا خالص حاجه بنسميها الانوفيشن ليفل. يعني ايه؟ اول مرحله خالص مرحله الاستراتيجيكال، دي المرحله اللي بنحط فيها البروسيس على الحاجات الاستراتيجيه الكبيره. على سبيل المثال ازاي هنختار الكلاود فيندور نفسه،
هل جوجل علشان علي صاحبنا شغال في جوجل، ولا ايجور عشان حسن صاحبنا شكر لي في ايجور، ولا امازون عشان عندهم ابتسامة وشكلهم لطيف؟ حاجات في لازم اسئله تطرح. ليه هتختار امازون؟ ايه الموتيفيشن؟ كوست، اوكي، اجيليتي، وهكذا. فلازم انا وانت نتفق على استراتيجيه معينه نقيس بيها مدى كفاءه كل فيندور، وبالتالي دي استراتيجيكال ليفل، حاجه بنسميها فيندور سيلكشن. بعد كده طبعا هي مش الاستراتيجيكال ليفل ما فيهاش بس الفيندور سيلكشن، في حاجات كتير، لكن انا بدي مثال يعني ايه حاجه قرار استراتيجي بناخده. بعد كده التكتيكال ليفل، اخترت الفيندور ده وليكن اخترت جوجل، اوكي، ازاي هنكسكيوت، ازاي هننفذ، ايه البروسيس؟ طب هروح بالديسك بالييرلي ديسكاونت، ولا 3 ييرز ديسكاونت، ولا باي از يو جو؟ فانا لازم اقعد انا وانت نتفق على الاستراتيجي اللي هنشتغل فيها في الموضوع ده. اوكي، بيرفكت. بعد كده نتكلم في موضوع تاني، الاوبريشنال ليفل. ازاي التيم هيوبريت؟ التيم ده عارف يوبريت اصلا ولا لا؟ طب ايه التولز اللي هديها له عشان يوبريت؟ طب هنا المونيتورنج هيمشي ازاي؟ ده مهم جدا. طب الكوست، يعني انا عشان اضيف فين اوبس لتيم طول عمره ناس انجينيرنج، هو مش هيفهم يعني ايه فين اوبس مم. غير لما اوضح له قيمه ده للانجينيرنج ليفل. وبالتالي انا كمان بشتغل على البيبل انيبلمنت. اخيرا بقى الانوفيشن دي نقدر نسميها انوفيشن، نقدر نسميها اوبتمايزيشن. اللي هي ايه؟ انا طلعت على الكلاود، ماذا بعد؟ سو وات؟ انا عندي تيم بيعمل ديبلويمنت سايكل طويله جدا. من الانوفيشن ان انا اخترع او كرييت ديف اوبس سي اي سي دي بايب لاين للاوبريشن ديت، فاقوم مسهل عليه. ده مثلا هعتبره انوفيشن. او والله احنا كنا بنفكر في طريقه نعمل بيها انتجريشن، طب ليه ما نروحش بابي جي او اي بي اي جيت واي بتاعت ايجور ونعمل انتجريشن؟ انا عشان اعمل ده محتاج ادرب التيم على كذا وهكذا. هنا بيجي دور الكلاود سوليوشن اركتكتشر او الكلاود اركتكتشر. طب اوكي، انت بس تمام. طب انت اليوم بيبقى عامل ازاي؟ يعني يوم بيبقى شغلك عامل ازاي كل يوم؟ الديلي تاسكس بتبقى عاملة ازاي؟ في ميتينجز اكتر؟ في بتعمل ديزاين، بتشرح حاجات يعني؟ بيبقى شكل اليوم عامل ازاي كشغل؟ خليني اقول ان في جزء من يوم، يعني اولا انا هنا هشرح يومي كاحمد الخولي مش يومي ككلاود اركتكت. ليه؟ لان كلاود اركتكت هتختلف من مكان لمكان. لو انت عند كاستمر، انا مش عند كاستمر، انا عند شركه فيندور بتقدم خدمه للكاستمر، تمام؟ وبالتالي جزء من يومي بيروح ناحيه قرايه الار اف بيز والار اف ايز. كويس. الكاستمر اللي محتاج يشتغل على الكلاود وبيصدر مناقصه، خلينا نقول بالعربي، او مزايده او ممارسه ايا كان اسمها ايه، محتاج بروبوزل. فانا جزء مهم من شغلي قرايه البروبوزل ده. ليه؟ تو كواليفاي الليد. دي حاجه لو انت عندك خبره في البري سيلز قبل كده هتعرف تعملها بسهوله. لو انت ما عندكش خبره في البري سيلز محتاج تراجع حد من البري سيلز تيم يفهمك هاو تو كواليفاي الليد. وكل فايدتها انك ما تضيعش جزء كبير من وقتك على ان كواليفايد ديل او نان كواليفايد ديل. الديل اللي احتمال يجي بنسبه كام في الميه هنشتغل عليه، اللي لا بلاش نضيع وقت عليه. فده جزء مهم بقضيه في يومي. ولكن بقابل الكاستمر بعد ما بحط الديزاين، بعد ما بحط البروبوزل، بقابل الكاستمر في اكتر من ليفل اوف انترفيوز او ميتينجز. اول ليفل اوف ذا ميتنج تو اكسبلين ماي سوليوشن. والله يا مستر كاستمر، انا جاي لك بالاوبشن الفلاني، هنشتغل ايجور، هنشتغل جوجل، وهنحط هنا ايدنتيتي وهنا ابيجي هنا بيج كويري. طب ليه؟ هبدا اشرح السوليوشن بتاعي. احيانا بيبقى ليفل اوف تشالنجينج ليفل، ان مستر كاستمر بيبدا يسالني على اسئله ويبدا، عارف انت، يجو ديبر. احيانا بيبان هو تشالنج، ولكن هو بيبقى فيري هيلثي تشالنج عشان الكاستمر بيبقى محتاج يعرف. فده جزء مهم جدا. هل يعني السؤال ده ممكن يكون مطروح هل السوليوشن اركتكت او الكلاود اركتكت بيشتغل بايده؟ ده سؤال مهم. اه طبعا بيشتغل بايده. كونك بقيت كلاود اركتكت او حتى بقيت زي حالاتي كلاود اركتكتشر ليد، مش معناه انك ما بتشتغلش بايدك، بتشتغل بايدك كتير جدا كمان. جزء كبير من البي او سيز بيعملوا كلاود اركتكت، وجزء كبير من الديبلويمنت والامبلمنتيشن بيعملوا كلاود اركتكت،
ويا سلام بقى لو بنعمل مايجريشن لحاجه قديمه ما حدش عنده خبره فيها، وبعدين فجاه تلاقيهم بيبصوا عليك بصه الرجل العجوز العالم بمواطن الامور، وتلاقي نفسك فجاه طلع لك دقن طويله وعصايه وبتتسند تطلع على اللابتوب علشان تشتغل بايدك، لان احنا شغالين على اكستشينج سيرفر 2002 مثلا. ما فيش حاجه اسمها كده 2003، بس انا بفترض يعني. اوكي. فهنا يبقى الموضوع مهم. او مثلا تلاقي واحد جاي يسالك، يعني انا حد بيسالني بيقول لي انا ينفع ان مايجريت اي فريم؟ والله ما اعرف، اي فريم اكبر مني بكتير في السن، فاهم؟ انا شخصيا ما حضرتش اي فريم، هو اتولد قبلي، فاهم؟ ف مش عارف، وهكذا. فده نوع من الايه، والبروف اوف من كونسبتس برضو، انت عشان تبروف البي او الكونسبت سي. بتاعك. طبعا البي او سي هو البروف اوف كونسبت، او البي او في هو البروف اوف فاليو. مفيش بروف اوف كونسبت حد بيعمله غير السوليوشن اركتكت امم. دي، او الكلاود اركتكت. ده مهم جدا، الكلاود اركتكت لازم يعمل ده فانت بايده طول هتعمل الوقت. الحاجات دي بايدك، انت مش هتكتب، مش هتعمل دوكيمنت، او مش هترسم دايجرام، وفي الاخر الكلام ده مش ابليكابل، او ما هتطبقه وتثبته للكاستمر ان انت الكلام ده هو متطبق وبيشتغل بالطريقه واحد اتنين تلاته زي ما انا قايل لك. بالظبط. بالظبط. واحيانا بيبقى البي او سي بتاعك مبني من فوق يوزر ستوري، يوزر اكسبيرينس. يعني وريني بزنس كيس، وريني يوز كيس. امم. تمام. في جزء كمان ناقص جدا، ناقص انا ما تطرقتش له، جزء البيزنس كونتينيوتي. تمام. امم. ده مهم جدا، لان جزء من اهم اجزاء اللي متعلقه بكونك طالع على الكلاود، انك انت هتوفر للكاستمر ريزيلينس وكونتينيوتي. كويس. طيب، هل الكلاود نيتفلي هايلي افيلبل؟ اه طبعا. يعني لو انت بتهوست فيرتشوال ماشين على كلاود، فهي نيتفلي هايلي افيلبل. فانت كده المفروض انك ضامن للكاستمر هاي افيلابيلتي للماشين طول الوقت. شكرا، سلام عليكم، انا مش محتاج اقول حاجه. لا طبعا غلط. البيزنس كونتينيوتي مش بس هاي افيلابيلتي، دي واحده من الليفلز، واحده من اللايرز. الهاي افيلابيلتي هنا انا بفترض ان الداتا سنتر كلها داون، فقامت في مكان تاني. ده شغل الكلاود، مش شغلي، شغل الكلاود بروفايدر. ولكن يحصل إيه لو الابليكيشن بتاعي اللي جوه الماشين داون؟ الماشين نفسها شغاله. فجوجل او مايكروسوفت او امازون مش حاسه بحاجه، انا تمام. اوكي. انا ككلاود اركتكت المفروض ان انا ابني مونيتورنج تكنيك جوه السيرفيس اللي جوه السيرفرز بتاعتك، علشان اتاكد من البيزنس كونتينيوتي. وفي الحاله دي لو حصل هنا مشكله تقوم على الريبليكا نيتفلي. فانا كمان المفروض ابقى فاهم الابلكيشن بتاعك بيشتغل ازاي. الموضوع مش بس مجرد ان انا بنيت لك كلاود ومشيت خالص. حاجه تانية كمان، اني هضيف لك ليفل اوف جفرنس اند ليفل اوف سكيورتي. وهنا محتاج الناس اللي سمعانا تفهم الفرق بين كلمه جفرنس وكلمه سكيورتي، لان هم مصطلحين يبدو احيانا شديد الشبه ببعض، ولكن هم الحقيقه مش شديد، مش شبه بعض خالص. هم مختلفين، وده في تراك وده في تراك. وبتاع الجفرنس ما بيعرفش سكيورتي، بتاع السكيورتي ما بيعرفش جفرنس، ولكن الاثنين بيبوش على بعض يشتغل، اللي هم الاثنين بيشتغلوا في نفس الفكره بالظبط. اوكي. طيب، طب الفرق طبقت بينهم جفرنس. سريعا؟ نعم. الفرق بينهم سريعا. السكيورتي، سكيورتي دول الناس اللي بيعملوا سكيورتي، موضوع بسيط قوي. تمام. ولكن سكيورتي ده اكتر من ليفل: فيزيكال سكيورتي، نتورك سكيورتي، سايبر سكيورتي، بسكيورتي كونكشن فروم انفورميشن تكنولوجي برسبكتيف. بحط الفاير وولز عشان ابروتكت، بحط الاس ام تي بي جيت واي عشان ابروتكت الايميلات، بحط الدي ال بي الداتا لوز داتا بروفيشننج او لوس. بريفنت. ايوه، علشان بريفنشن. اسكيور الداتا. ومش بس كده، احيانا كمان بطبق السكيورتي على الداتا نفسها. يعني لو حضرتك موظف في بنك، اوكي، وشغال تيلر، فمش مسموح لك تكتب في تيمز او في ايميل رقم الكريدت كارد. حلو. طيب، التيمز هيعرف ازاي انك انت كتبت كريدت كارد؟ من الباترن. مين اللي بيفهم الدي ال بي؟ مين اللي ينفذ الدي ال بي؟ الراجل بتاع السكيورتي. تمام. بس مين اللي قال ان التيلر في البنك ما ينفعش يكتب كريدت كارد؟ الراجل بتاع الجفرنس. based on what؟ based on the standard he is following، او الشركه او المنظمه بتاعتك بتفولو. فلو انت في بنك وبتطبق بي سي اي دي اس اس، فالبي سي اي دي اس اس ده الستاندرد العالمي اللي بيطبقوه البنوك.
مين اللي فاهم انك لازم تطبق الستاندرد ده؟ تيم الجفرنس. بس تيم الجفرنس لما استلم الستاندرد بص عليه قال لك اه الجزء ده المفروض بيبل، لكن الجزء ده تكنولوجي، لكن الجزء ده بروسيس. انت كسكيورتي يهمك بس التكنولوجي. فالسكيورتي تيم ميال اكتر انه يعمل سكيورتي على ليفل التكنولوجي تطبيقا للجفرنس. انما الجفرنس ميال اكتر لانه يعمل end to end governance. يعني لو انت عايز تطبق ايزو 27001 ودي اشهر واقدم ستاندرد عالميه للسكيورتي، فالراجل بتاع الجفرنس هياخدها يقراها، يقرا ايه المطلوب منها، بنسميها كنترولز، بيقسمها لاجزاء. جزء هيبعته للاتش ار لانه خاص بالبيبل، وجزء هيبعته للاتش ار عشان يعمل تريننج، وجزء هيبعته للسكيورتي تيم في التكنولوجي علشان يطبق بعض الكومبلاينس، وجزء هيبعته للسيستم ادمن، وبعد كده هيراجع عليهم كلهم ويستلم ده، فاحنا كومبلاينت. فالجفرنس اشتغل. ده الفرق بين الجفرنس وبين السكيورتي. اوكي. فالسكيورتي ميال اكتر لكونه تكنولوجي وبالتالي تكنيكال. الجفرنس ميال اكتر لكونه governance وبالتالي نون تكنيكال. اوكي. طيب نرجع بقى مرجوعنا. اذا انت ككلاود اركتكت لازم تطبق الجزئيه دي، جزئيه الجفرنس. لازم تفهم من تيم الجفرنس وتترجمها لتيم السكيورتي، او انت بنفسك تترجمها لديزاين. ازاي؟ لو تيم الجفرنس قال لك واحده من الجفرنس كومبلاينس كنترول انك تمونيتور اللوجن بتاع اي يوزر وانت على الكلاود، انت كراجل سوليوشن اركتكت وانت بتحط الاركتكتشر هتضيف الايدنتيتي اكسس مانجمنت تكنيك والرول بيز اكسس كنترول تكنيك والاي بيك او اللي هو ادمن بيز اكسس كنترول تكنيك، وازاي المونيتورنج، وهتفكر ازاي تعمل داشبورد. الداشبورد دي هتروح ازاي للكلاود سوري للجفرنس تيم، ايه الداتا اللي مطلوبه. الكلام ده كلام اركتكتشر كله. بعد ما رسمت الديزاين والداتا فلو واللا لا 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 حاجه جميله جدا، بتسلمها للتيمز اللي بتقدر تعملها. ممكن تكون انت بارت من التيم ده وممكن تكون لا، المهم انك انت بتحط الديزاين. لكن يعني الانجينيرنج تيم مش هيكون اركتكتشر، والاركتكتشر ممكن يكون انجينيرنج. دي نقطه مهمه. نقطه تانية بنسميها tools to measure the cloud. ايه بقى الكلام ده؟ مش احنا النهارده واحده من اهم ادوار الكلاود اركتكت انه يساعد المنظمه اللي شغال فيها to migrate to the cloud، صح كده؟ ليه؟ لأن ببساطة شديدة 100% من الكاستمر اللي كانوا شغالين لحد سنة 2015 اون بريم، و100% من الفندور اللي كانوا شغالين لحد 2015 اون بريم. بالمناسبة أهمية الكلاود ظهرت عند الناس الناضجة كفاية في البدري، زي أوبر. أوبر ديجيتال نيتيف مولود على الكلاود، صح ولا لا؟ زي اير ام بي ام بي مثلا، زي كريم، زي الكلاود كيتشن كومبانيز وهكذا، صح؟ ولكن الأهمية الحقيقية للكلاود لباقي الناس ظهرت بعد الكوفيد ويف. اوكي. اللي احنا رغم ان يعني عيب ان انا اقول لك ان احنا كنا محظوظين كجماعة الاي تي، لان الناس بدأت تفهم اهمية، او والله لو قعدنا في البيت ده الاي تي مهم جدا، التكنولوجي مهمه جدا، وبالتالي الكلاود مهمه جدا. ف شركات كتير كسبت فلوس من الكوفيد. مثلا شركات اللي بتعمل غسيل الايدين، وشركات اللي بتعمل الكمامات، ومايكروسوفت تيمز، وشركات التكنولوجي. العالم كله اتهجر، العالم كله طلع مايجريشن، صح؟ بعد المايجريشن للكلاود الناس فطنت ان انا ممكن اوفر فلوس كتير قوي لو عملت ريموت سيشن. انا مش مضطر اركب عربيه وطياره وقطر واروح اسافر عشان اقابل حضرتك، انا شايفك اهو، تمام، وبنتكلم ومن دول كتير وهكذا. فبدات تظهر اهميه الكلاود، او بدات تتاكد، خلينا اقول، اهميه الكلاود للعالم من بعد الكوفيد ويف. عظيم، رائع. ثانك يو كوفيد، ومصائب قوم عند قوم فوائد. تمام. واستفدنا من الامر ده. بس الميجريشن بقى واحده من اهم الرولز اللي بيلعبها مستر كلاود اركتكت، وبالتالي لازم طول الوقت يكون عنده التولز اللي بيقيس بيها. انا بخس، واللي يعرفني من فتره
عارف ان ده مش انا خسيت رغم ده كله، انا خاسس. اوكي. فبقيس وزني ازاي؟ عندي ميزان وعندي مزوره وعندي امبادي، فبروح كل كام يوم اقيس. ايه التولز اللي هتبقى بتستخدمها كمستر كلاود اركتكت في الكلاود بتاعتك؟ تمام. او ايه اللي بيميزك عن باقي الناس في انك تميجر؟ مش مجرد مونيتورنج بقى، واب دايناميك ولا داينا تريس ولا ايجر مونيتورنج ولا الكلام اللي بيديك داشبورد كتكنيكال. لا لا لا، انا عندي تكنيك اسمه كلاود ريدينس اسسمنت، وعندي تكنيك تاني اسمه كلاود ماتيوريتي موديل. ان شاء الله باذن الله اوعدك نعمل حلقه في الموضوع ده، او حتى انا ممكن اعمل فيديوهات لو تمام. مفيش وقت نعمل حلقه. لا لا لا، في وقت طبعا. اه، ونتكلم اكتر. تمام. فسريعا جدا هقول الفرق بينهم. الكلاود ريدينس اسسمنت ده التول او التكنيك اللي بميجر بيه وبقيس بيه مدى استعداد الريدنس. هنا بقى مدى استعداد الاورجنايزيشن للكلاود from technical perspective. على سبيل المثال لو انت عندك ابلكيشن حطه على الاون بريم اوبن شيفت، يعني كونتينر بس اون بريم، انت ريدي صح؟ 100% جاهز. ولكن لو عندك ابلكيشن مكتوب بباسكال او بكوبل، هعمل فيك ايه؟ معنا الله يسامحك، منك لله يا اخي، ايه اللي وصلك للمرحله دي؟ اوكي. فالريدنس هنا مش بس تكنولوجي كمان. انت الراجل اللي بيكتب كوبل ده لما اجي اقول له تعالى اكتب جو على جوجل، ولا اكتب اي اس بي دوت نت مش عارف ايه على ايه يا عم، ده بيكتب، ده بيكلم المكنه مباشره. تمام. فالريدنس هنا هو التول او التكنيك اللي بقيس بيه مدى استعداد او جاهزيه المنظمه دي علشان تطلع على الكلاود. تمام. طب ايه القرار هنا؟ يس اور نو، كلاود اور لا. تمام. او مم. بمعنى ادق، yes or you need to have some changes badly changes هنا عندك علشان تطلع على الكلاود. changes دي على ليفل البيبل، على ليفل البروسيس، على ليفل النولج، على ليفل التكنولوجي، بس انت عندك مشكله، you are not ready. تمام. فدي بنسميها كلاود ريدينس اسسمنت. تكنيك بتقدر تميجر بيه ازاي ده بيحصل. في كمان كلاود ماتيوريتي موديل. ايه الفرق بين الكلاود ريدينس اسسمنت والكلاود ماتيوريتي موديل؟ الكلاود ماتيوريتي موديل ده سكيل عاملاه الشركات العالميه، من معمول على 6 ستيبس، من 0 ل 5. 0 1 2 3 4 5 6. اوكي. فبيقيس تو which level you are mature enough على الكلاود. ايه الفرق بينه وبين كلاود ريدنس اسسمنت؟ كلاود ريدنس اسسمنت ستيب اولانيه بتاخد منها التريجر انك انت تروح على الكلاود ولا لا. انما الكلاود ماتيوريتي موديل تول بستخدمها علشان اقيس مستواك طول الوقت واشوف انت خسيت كفايه ولا محتاج تشتغل اكتر على نفسك. طلعت على الكلاود بقيت ماتيور انف ولا محتاج اكتر، لسه محتاج اكتر. يعني على سبيل المثال لو انت اتحركت على الكلاود وانت انفراستراكشر از سيرفيس، كويس، ايه اللي استفدته؟ قللت شويه اوبريشنز، قللت شويه كوست، بس لسه عندك مشاكل في الجو تو ماركت ولسه عندك مشاكل في الاجيلتي. طب تعالى ما نكونترونايز بعد الابلكيشن. فانت طلعت من ماتيوريتي ليفل 1 لماتيوريتي ليفل 2. تعالى ما نعمل شويه حاجات تخليك ماتيوريتي ليفل 3، وهكذا. تمام. نيم اوف ذا جيم، توفر اوبريشنز، توفر تايم، نروح من الاي تي اوبس للنو اوبس، من الانفراستراكشر للساس. يا سلام. تمام. طب انا هسألك اخر سؤال، وانا ممكن نفتح الأسئلة للناس. هل انت شايف ان لو حد دلوقتي بيبتدي في مجال الاي تي، او ابتدى اوريدي يشتغل بقى سيستم نتورك ايا كان هو شغال ايه، هل ينبست في الكلاود؟ هل الكلاود المستقبل بتاعه هيبقى كويس؟ في فرص اكتر زي ما انت قلت، اي دبليو اس هتفتح ممكن السنه الجايه في السعوديه، ايجور ممكن الكلام ده يحصل برضو في دول تانية. ايه رايك في المستقبل بتاع الكلاود، وتنصح الناس تذاكر كلاود ولا لا؟ طيب يعني الشورت انسر طبعا الكلاود ليه مستقبل كبير جدا وهو اللي جاي. كويس. الكلاود كمان هيفتح دماغك ويفتح مخك لحاجات تانية هتبقى اكثر شهرة في الفترة الجاية، زي الماشين ليرنينج، زي الاي اي، الارتفيشال انتليجنس، البي اي، البيزنس انتليجنس، وحاجات من هذا القبيل. وبالتالي الإجابة السريعة طبعا مش بس هو لازم ينفست في الكلاود، هو لازم ما يعملش حاجة غير انه ينفست في الكلاود. حتى لو هيشتغل على سوليوشن، اي حاجة يكون على الكلاود.
يعني نتورك على الكلاود، سكيورتي على الكلاود، لان النهارده الكلاود بتقدم اي حاجه از سيرفيس. ولو خدت بالك ان اي حاجه از سيرفيس في منها الاون بريم بتاعها، فانت ممكن ترجع تتحرك اجايل يعني الاون بريم. تمام. طب لو في حد عنده سؤال ممكن يرفع ايده. لو عايز انت برضو تختم بحاجة يا احمد، اتفضل. ننتظر لو في اسئله، يعني كل اذان صاغيه. ماشي، انا ممكن. ماشي، اتفضلي يا منى. اعملي بس اميوت. ده بليغ هنا الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. جدا يا باشمهندس، شكرا يا رزق. كنت بس حابة أسأل الباشمهندس لأن أنا حابة أوصل للليفل بتاع السوليوشن اركتكت والكلاود اركتكت. ف as a junior أنا محتاج مثلا قد إيه كام سنة عشان مثلا أوصل للبوزيشن ده؟ فرنج كام مثلا؟ شكرا. عظيم. شكرا طيب، جدا. هو شويه السؤال، انت يعني في نوعين آه، من الاركتكت حضرتك ذكرتيهم، هم مش شبه بعض بالظبط، او مش حاجه واحده. السوليوشن اركتكت والكلاود اركتكت. السوليوشن اركتكت ده بيبقى مسؤول في المقام الاول، او يهمه في المقام الاول تو بيلد السوليوشن، وبالتالي ما بيفرقش معاه اون بريم او بزنس، سوري، اون بريم او كلاود. وبيكون ميال اكتر لكونه تكنيكال، مش بزنس. انما الكلاود اركتكت بيبقى ملتزم بالكلاود، بس بيقدم السوليوشن اوفر الكلاود، ومش وبيبقى مهتم بالبيزنس والكلاود مع بعض، او البيزنس والتكنيكاليتي مع بعض. المستر سوليوشن اركتكت بيكون ميال لكونه في الاصل كان ديفلوبر، لكن الكلاود اركتكت ممكن يبقى ديفلوبر او كيم فروم اي تي اس ام، او حتى سوليوشن انجينيرنج او سيستم انجينيرنج، مش هتفرق معاه. اول ان اول محتاجه في حدود، محتاجه طبعا سنه علشان تثقلي مهاراتك كسكيلز، ومحتاجه اتليست سنتين تشهدوا مع حد. فخليني اقول ان 3 سنين is good enough for someone from، بس انا بفترض انك اخترت المكان الصح علشان تتعلمي كلاود اركتكتشر او سوليوشن اركتكتشر. وبالمناسبه خليني اقول لكم ان في ميزه حلوه قوي قوي في تعلم الكلاود اليومين دول، ان الشركات الكبيره الاربعه بلس الشركات اللي اصغر منها ولكن مشهوره جدا فتحت كلها في مصر الفترة اللي فاتت. يعني آه آه ديلويت فتحت في مصر، كي بي ام جي جايه، انا من كي بي ام جي وبقول لك جايه، هي موجوده كي بي ام جي ولكن بس براكتس الحسابات، لكن تكنيكال هتفتح. ديلويت، اكسنشر، بي دبليو سي، الشركات دي كلها فاتحه في مصر، نتيجه ان احنا في مصر مرتباتنا كومبيرنج للمرتبات اللي في بلاد الخليج اقل شويه لما تحول العمله، وبالتالي الكوست اقل. فدي فرصه انك تشتغل في اماكن كبيره وتتعلم حلو قوي وتتعلم كتير قوي. والفتره الجايه ولا 150 200 بوزيشن في الشهر هتشوفيهم مفتوحين على الكلاود اركتكتشر، فيا ريت تتعلموا كلاود اركتكتشر. Thank you so جميل. much، شكرا جدا. تحت امرك. شكرا. رمضان، اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس، مساء الخير يا باشمهندس رزق، وشكرا لكم الاول على السيشن الجميله دي. شكرا. هو سؤال نورك يا يعني فندم. مرتبط برضه بالسؤال اللي فات برضه يعني. هو عامة بخصوص كلاود انجينير، هو ايه الفرق الكبير او الجوهري بين الكلاود انجينير والديف اوبس؟ يعني هو كواحد ديف اوبس انا عارف ايه المطلوب مني مثلا وخلافه والتولز المطلوبه. كلاود انجينير ايه اللي يعني الفرق الجوهري الكبير بينهم يعني، وايه المهام اللي بيقوم بها بشكل عام يعني بشكل ده؟ شكرا. اوكي، سريعا جدا. الديف اوبس بيبقى شخص مسؤول بس عن السايكل بتاعه الابلكيشن ديبلويمنت، سواء على ليفل انفراستراكشر او ليفل الابلكيشن نفسه. تمام، يعني هو اللي بيعمل الابلكيشن لايف سايكل مانجمنت من من الديف للتست للستيجنج والاس اي تي وهكذا. الراجل ده بيكتب كود مينلي علشان يحرك الابلكيشن اجايل بين الانفايرمنت ديت، وعشان يعمل التست واحيانا التستنج ماشين. طيب، انما الكلاود انجينير ده اللي بيوبريت، ممكن يوبريت فروم جرافيك يوزر انترفيس فروم كوماند، ولكن هو اللي بيوبريت الكلاود سام هاو، بيمانج الكلاود كانفراستراكشر بس، مش بيروح ناحيه الكود او ناحيه الابلكيشن او الديفلوبمنت او حتى الابلكيشن لايف سايكل يعني. وممكن يبقى في رول محتاج الاتنين، يعني تبقى انت ديف اوبس على الكلاود. ف والله لو شركه من الشركات الصغيره بتعمل كده طبعا.
امم. تمام. لكن في الغالب الشركات اللي بتعمل ريل كلاود براكتس الديف اوب او عندها ورك لود تقيل، خليني اقول لك بلاش ان نكونها شركه صغيره وكبيره والكلام ده ممكن يكون عيب شويه، لكن لو شركه عندها ريل ورك لود كبير جدا، فبيبقى عنده دايما يعني يميل اكتر للجزئيه ديت، لجزئيه انه يبقى مخلي الديف اوبس حاجه والكلاود انجينير حاجه والسكيورتي انجينير حاجه، باي ذا واي. تمام. الياس اتفضل. الياس الو، ممكن مساء تعمل. الخير. مساء النور. اولا بشكركم على السيشن الجميله دي والاهتمامكم، شكرا. وشكرا لوقتكم. هو انا بس كان سؤالي، انت دلوقتي تقريبا يعني بقالي 15 سنه شغال في تراك السيستم انجينيرنج بمختلف الفيندور، والتراك بتاع الانفراستراكشر بمختلف اللاير بتاعته. ف جيت للشخص الصح كده. اه بالظبط، فانا عايز اسال ازاي بقى موف فورورد، لان انا كل ما عمال اقدم على حاجات اللي فيها السوليوشن ارك او الكلاود ارك او الانفرا ارك، بلاقي ريجكشن. فيعني المفروض بعد 15 سنه اشتغلت على مختلف اللاير، ستورج وسيرفرز وفيرتشواليزيشن واشتغلت على اللاير بتاعت الديف اوبس شويه كونتينر وكده يعني. فالمفروض يعني ايه اللي انا اعمله عشان يعني ابقى اكسبت على اللينكد ان لما باجي اقدم على السوليوشن ارك او الكلاود ارك. ماشي، شكرا. اتفضل يا احمد. طيب، الحقيقه هنا خليني اقول لك ان يعني سؤالك له شطرين في الاجابه. الشطر الاساسي انه ايه السكيلز اللي مطلوبه. الشطر الثانوي واللي هقول لك بقى يعني ايه اتس كايند اوف تيبس اند تريكس يعني. على حسب الشركات اللي بتقدم لها شكل السي في بتاعك مكتوب ازاي. انا هنا ما بتكلمش على الطريقه التقليديه بتاعت لازم تكتب الاكسبيرينس قبل المش عارف ايه وتسمري، الكلام ده جميل، ولكن are you showing some real value انك تكون اركتكت ولا لا؟ لان في ناس واحنا شغالين بيبقى بالنسبه لي انا الراجل ده احسن لي يكون تكنيكال طول عمره لانه هيفيدني جدا، انا مستفاد منه جدا في الشركه تكنيكال، و... ولو راح سوليوشن اركتكت هيعطل لي الكلاود اركتكت او سوليوشن اركتكت بوزيشن، وفي نفس الوقت المكان العظيم اللي هو بنيه مش هيبقى احسن حاجه. ف خليني اسال او خليني اقول لك سريعا انك لازم يكون عندك كلاود اكسبيرينس موضح ده بسهوله، بتحكي قصه، تقدر تحكي قصه في الكلاود او تحكي قصه على الاقل في استخدام الانفراستراكشر بما يوازي الكلاود. على سبيل المثال انت قلت كونتينر، فانا عندي النهارده كونتينرايزيشن اون بريم، ايه الفرق بينه وبين الكلاود؟ nothing بالعكس اصعب انك تبقى عارفه، فلازم I can show some muscles. وبالتالي هنا زي ما قلت لك الشطر الاولاني السكيلز بتاعت الكلاود اركتكت، انك انت تكون عندك كلاود اركتكتشر اكسبيرينس وكلاود اركتكتشر نوليدج زي ما شرحناها طول الحاجه، طول السيشن بتاعتنا. الجزء الثاني بتاع ازاي السي في بتاعتك مكتوبه، يعني لو عند حضرتك اللينكد ان بروفايل بتاعي، خلينا نتواصل بعد السيشن في اي وقت، مش بعد السيشن على طول عشان ما ترجعش تقول احمد ده قال لي رد عليا وما ردش، يعني بعد السيشن ممكن بكره او النهارده بالليل متاخر شويه نتواصل، وانا تحت امرك هقرا السي في ونبص سوا واقول لك بالظبط ايه اللي كان ناقص يعني. لان احيانا انا قعدت سنين يا صديقي بقدم على شركه معينه لا داعي لذكر اسمها، مش هقول اسمها، الشركه دي بترفضني بمجرد ما ابعت السي في، لدرجه ان انا بقى صممت والله بص انا هشوف هل في حد يعني ليه بقى بيترفض بعد دقيقه. اوكي، الشركه دي انا اشتغلت فيها بعد كده باي ذا واي كي بي ام جي. اوكي، اكتشفت ان السيستم بيدور بكي ووردز معينه لازم اكون كاتبها، وانا اللي قاري غلط ده كله، بدليل ان انا لما قدمت قلت هعاند بقى، قدمت كمحاسب اترفضت، قدمت اترفضت، تمام. وبالتالي اترفضت، يعني ايه السيستم بيرفضني لوحده، وبالتالي لازم اقول لك ان في جزء بيبقى ليه علاقه شويه بازاي كاتب السي في بتاعتك. خلينا نراجع الجزء ده سوا، اكون يعني ليا الشرف لو حضرتك كلمتني وبقى على لينكد ان، وان شاء الله نظبط الموضوع ده سوا. واخيرا جزء مهم جدا keep in your mind الريليشن يا صديقي العزيز، جزء لا يقل عن 50% من الوظائف اللي بتتعرض على لينكد ان بتكون منتهية ومحسومة
ولكن بنحطها عشان نستف اوراقنا وبتمشي ريليشن. يعني ايه ريليشن؟ ما اقصدش ان احنا بنحابي او حد مثلا بيعديك من الانترفيو، لا، بس حد بيقدم لك السي في، بيساعدك في تقديم السي في بس. فاهمني؟ وبالتالي خلينا نكون آه عندنا انت ضفتني، علاقات ضفتك بالناس. الياس ضافني، شكرا، انا هكلمك حالا. تمام، هكلمك بعد ما اخلص. خلينا نتاكد ان ده جزء مهم جدا يا الياس، وممكن يظبط لك الامور العلاقات. فان شاء الله باذن الله هنظبط. ولا عايزين برضو في ماشي. يوم من الايام محمد يكلمكم من خبرته في الموضوع دوت ويشاركني، خليني نتكلم اكتر ماشي يعني في حاضر. سيشن تاني ان تمام، شاء الله. ممكن أعمل محاضرة تانية أكيد قريب، هنعمل حاجة ممكن الشهر الجاي. ان شاء أحمد الله باذن اتفضل. السلام عليكم. عليكم. أنا طبعا بشكركم على المجهود الجميل اللي حضراتكم عاملينه. وكنت بس بقول أنا من بره المجال، يعني أنا مش تبع المجال. وذاكرت كده مع نفسي وخدت السيرتيفيكيشنز بتاعت اي دبليو اس الاثنين، اللي هم الكلاود براكتيشنر والسوليوشن اركتكت. وذاكرت يعني لينكس وانسبل وتيرافورم، وده يعني ده اللي انا اعرفه. بس يعني الباك جراوند بتاعتي في البرمجه ضعيفه، يعني ما ذاكرتش بقى الجوريزمز والداتا ستراكشرز والحاجات اللي زي كده. فانا عايز اعرف بالمهارات اللي عندي او بالحاجات اللي انا اتعلمتها دلوقتي، هل اقدر اقدم على شغل، ولا انا محتاج اذاكر حاجات تانية معينة؟ وهل حد بالمهارات دي او بالمعلومات دي يقدر يشتغل انتري ليفل في بوزيشن في شركة معينة، ولا في حاجات تانية انا محتاج اتعلمها؟ طب معلش قبل ما نضرب، ممكن اعرف انت فروم ويتش باك جراوند؟ ايه الباك جراوند بتاعتك؟ سيفل انجينيرنج. عظيم عظيم، ماشي اوكي. ماشي. طيب، الإجابة السريعة على سؤالك، تقدر تروح انتري ليفل في أي شركة من الشركات طالما ما عندك السيرتيفيكت دي. لأن غالبا الجيل بتاعنا، احنا جيل الوسط، أنا كأحمد الخولي جيل الوسط، في طبعا أساتذتنا أسماء أكبر مننا وأقدم مننا وعلمونا. جيل الأولاني وجيل الوسط من الأي تي ما كانش عندنا سيرتيفيكت، وما كانش عندنا حتى تأهيل أكاديمي من جامعات كلية هندسة وحاسبات ومعلومات والحاجات دي. كان اغلبنا تجاره وحقوق واداب، وساعتها ما كانش لسه في تاهيل اكاديمي اكتر. وبالتالي الاجابه السريعه تقدر تشتغل. الاجابه الطويله بقى صديقي، انك تقدر تستغل الميجر بتاعك في انك النهارده بنعمل حاجه اسمها ديجيتال ترانسفورميشن. الكلاود بقت جاست بارت، او التكنولوجي كلها انكلودنج الكلاود بقت جزء من اجزاء الديجيتال ترانسفورميشن. تحويل عمليه البيزنس لديجيتال. ازاي؟ النهارده زمان كنا بنروح السوبر ماركت نشتري، النهارده بنقدر نطلع اونلاين ونطلب من السوبر ماركت، فبقى في ترانسفورميشن وديجيتاليزيشن للسوبر ماركت. بس علشان اعمل سوبر ماركت ديجيتال لازم واحد بيفهم في اللوجيستكس بتاعت السوبر ماركت يشرح لي ازاي هحول ده وانفذه. نفس الفكرة في الصحة، عايز اعمل ديجيتال هوسبيتال لازم دكتور وممرض واخصائي علاج طبيعي والناس دي كلها تعلمني ازاي اعمل ده. فانت تقدر تعتمد على السيفل انجينير في حاجه اسمها ديجيتال ترانسفورميشن، تبقى كونسلتنت للديجيتال ترانسفورميشن لشركات كبيره منهم كي بي ام جي وديلويت واكسنشر والاسماء الكبيره كلها، باستخدام معلوماتك في التكنولوجي زائد الميجور بتاعك. وهتلاقي حاجات كتير منها، على سبيل المثال البروب تك، دور على المصطلح ده وهتفهم اكتر انا اقصد ايه. وعشان اختصر الوقت، الاجابه تقدر تشتغل انتري ليفل، تبقى كلاود اركتكت في الانتري ليفل. والاجابه اللونج انسر، تقدر كمان تشتغل على موضوع انك يكون عندك بالميجور بتاعك ديجيتال ترانسفورميشن اكسبيرينس. تمام، أشكرك ماجد. اتفضل. يعطيكم العافية جميعا. مجد من سوريا. أهلا اهلا بيك. من سوريا. بتشكركم لهي المقابلة كتير، وإن شاء الله هيك نكون استفدنا كلنا. بس سؤالي أستاذي، أنت جاوبت على شق السؤال الأول تبع السي في وكيف الواحد لازم يكتبها، مشكور كتير. سؤالي الثاني إنه مثلا أنا هلأ بإيطاليا حاليا عم بدرس بس، وعم بتعلم كلاود، بس ما بعرف شلون بدي ادخل على الكلاود طالما هن عم يطلبوا دائما اكسبيرينس. هل النولج لحالها وحضور الكورسات اونلاين كافيه لحتى الواحد يمكن يبدا بهذا الدومين؟ ممكن برضه أقول حاجة تخص الموضوع ده. برضه كلاود لسه دومين جديد يعني،
مش كل الناس هيبقى عندها خبرة، وصعب ان انت تلاقي ناس عندها خبرة 4 سنين وثلاث فدي ميزة على فكرة جامدة جدا يعني. تمام. اتفضل يا احمد. انا خليني يعني اولا اقول لك ان احنا بنعرف بنفهم يعني ايه يبلش عادي، فانت اترددت انك تقول لي يبلش. تمام. انا عايز اقول لك كلنا شاورما سوري الفتره اللي فاتت اكتر من الفول يعني. سبحان الله. الله يبارك فيك. فخليني اقسم لك الاجابه هنا قسمين. قسم محمد قاله، القسم الثاني ميال اكتر لانه الكلاود مجال جديد في بلادنا العربيه، ومجال قديم شويه في اوروبا. ففي اوروبا محتاج اكسبيرينس. في البلاد العربيه احنا لسه بادئين من حيالله كام شهر. مم. فبالتالي الاكسبيرينس اتس نوت ميجر مانداتوري، ولكن تقدر تكسبها، تقدر تبدا انتري ليفل وتقدر تبدا تكسبها. اوكي. انا كتير جدا كنت بنصح اخويا الصغير موجود في اللايف لؤي، انا شايف اسمه. كتير جدا كنت بنصحه بالجزء ده. اطلع على الكلاود، هو بيكتب كود اطلع على الكلاود، لان احنا بالنسبه لنا الكلاود عامل زي التعبير المصري البتاع اللي هناك ده. هات لي البتاع اللي قدامك على المكتب، انت قدامك حاجات كتير ممكن تصنف بتاع. الكلاود لسه بدري علينا، لسه بدري. وبالتالي احنا كاكسبيرينس اي حد هيبدا دلوقتي هيبقى بعد كام شهر من التاريخ. فاهم؟ يعني لما بدأنا من 6 شهور يا محمد في الكلاود هيبقى تاريخ يعني. اوكي. فلا مم. ابدأوا يا شباب، الموضوع مش محتاج اكسبيرينس، نوليدج از انف. زي ما قلت ممكن تحتاج بوش او ريكومنديشن من حد، لان التوظيف لازم حد يكون بس بيبعت لك السي في. انت بعد كده بقى انت وشطارتك تقدر تعمل ايه الانترفيو وتعدي يعني. ذاتس ات. جميل، تمام. ممتاز. بالنسبة للسي في، في مواقع معينة تساعدني أحسن البرفورمانس تبعه؟ لأنه هلأ صار كله يعني صار كله على الاي اي عم تتعالج السي في وتتفلتر. اوكي. بص، انا هقدر اقول لك بمنتهى البساطه الطريقه المثاليه اللي تكتب بيها السي في وتقدر تطلع تتكلم مع اني اي اي تكنيك. فيري سيمبل لاين بيشرح بياناتك، اسمك وتليفونك وعنوانك. بعد كده سمري في 4 5 أسطر بيحكي انت بتعمل ايه. يعني حاجه على سبيل المثال، انا سوليوشن اركتكت او كلاود اركتكت with 10 years experience، وبتعامل مع الكلاود مثلا من كام سنه وخلاص. اوكي. انا كاتب ان انا كلاود اركتكت ليد 17 سنه اكسبيرينس with some sales and pre sales، لان انا بشتغل في السيلز والبري سيلز كمان. وميال اكتر للكلاود، واتعاملت على الكلاود من 11 سنه تقريبا. ممكن نعمل خلاص حاجة زي هو كده برضو في السيشن الجاية، ان ان شاء الله. ايه الكيوردز اللي انت ممكن تبقى محتاج تحطها زي ما انت قلت لو انت عايز تشتغل في الكلاود يعني. يس. مهم. بعد كده بتكتب الاكسبيرينس فروم تكنيكال اكسبيرينس، مايكروسوفت، ايجور، اي دبليو اس، جوجل، وهكذا، لسته صغيره. بعد كده تبدا تتكلم مباشره في الاكسبيرينس بتاعتك الاحدث فالاقدم. انا شغال في الشركه الفلانيه. اكتب الجوب ديسكريبشن وتحته اتشيفمنت لو عملت مشروع. يو شوت تيل ستوري، لان 100% من الاي اي تولز و50% من البني ادمين اللي بيقروا السي في بتاعتك بيمسك السي في بيبص على اول كام سطر وبيعرف اللي هو عاوزه من بدري. فلو انت بادئ باول شغلانه اشتغلتها من 17 سنه، فانت ضيعت مجهود 17 سنه، لان الراجل هيفتكرك لسه سوليوشن، لسه سيستم سبورت مثلا او تكنيكال سبورت. ذاتس ات. تمام. الله يجزيكم الخير يا رب. الله يخليك يا حبيبي، الله يبقيك. ميوت يا محمد. تمام. انا كنت قلت ان انا حطيت كورس الاي دبليو اس اللي انا عامله. اعتقد ان هو كويس يعني، مش عشان انا اللي عامله طبعا. حاشا. عشان انت اللي عامله هو كويس. ماشي حمزة، اتفضل. حمزة، ممكن تعمل نفسك ميوت؟ تمام كده. سامعينك يا باشا. اولا بشكركم جدا على وقتكم وعلى المجهود الجامد اللي بتعملوه. انا حاليا شغال اي تي ادمنستريتور، فكنت محتاج اعرف إيه اللي محتاج اعمله عشان اكون سوليوشن اركتكت. والمكان اللي انا شغال فيه يعني الشغل فيه هادي شويه او هادي زياده عن اللازم، فهل انقل لمكان تاني
ولا استغل الوقت ده واذاكر؟ شكرا لحضرتك. طيب محتاج ايه عشان تبقى كلاود اركتكت؟ ف انا قلت ده طوال السيشن. هوبفلي انك تكون يعني ايه، حضرت اول السيشن، ولو ما حضرتش اعتقد ان السيشن متسجله وان شاء الله ترفع هتقدر ترفع تشوفها. على اليوتيوب. لكن شرحنا ازاي تبقى كلاود اركتكت. بس سريعا جدا، في لسته من السيرتيفيكت ولسته من النولج ولسته من الاكسبيرينس لازم تمر بيها، ودول مشروحين ديورنج، لان الموضوع كبير. انا اسف، انا ما بتهربش من الرد على السؤال قد من انه السؤال اجابته كبيره جدا. ف ده الاجابه، انك انت ترجع للسيشن. اخيرا جزئيه مهمه جدا، انت شرحت قلت هل اسيب الشغل واروح شغل تاني الشغل فيه اكتر؟ نصيحتي ليك استنى لما تاخد النولج. يعني انت دلوقتي عندك فرصة جميلة جدا، عندك وقت تذاكر، عندك وقت وسوفت وير وهاردوير تقدر تصرفهم على المذاكرة، فتقدر تعمل ده وتذاكر. ولما تخلص وتحس انك انت امورك تمام وريدي للانترفيو، اتحرك. لان مفيش اي فايدة تستفادها من انك تتحرك دلوقتي من شركتك لشركة تانية بنفس السكيل ليفل. ما دام مش هتروح كلاود، هتروح شركه في نفس الفئه، انك شغال سيستم ادمن بس. فده هيخليك انشغلت اكتر ومبقاش عندك وقت تذاكر، وما استفدتش حاجه انك ما تتعلمش كلاود يعني. فلا، اتعلم كلاود طب الاول ابتدي وساعتها بالكورس اللي فكر. انا حاطه تحت دوت، بجد حلو يعني، تتبسط. طب هل محتاج ان انا اكون مذاكر لينكس قبلها او كده عشان ابدا الكورس ولا؟ لا، مش محب، بيزكس خالص، بيزكس. لو بتسأل على الكورس اللي رزق حطه، لا انت مش محتاج تبدأ. ولكن لو بتسأل ان جنرال محتاج تذاكر لينكس، انا بفضل دايما انك انت تذاكر لينكس. الكلاود مبني فوق لينكس يعني، فاهم؟ ولكن زي ما محمد قال لك بيزكس از انف. تمام. عشان تبقى صايع يعني خليك اتعلم لينكس يعني. تمام، شكرا. تمام. ايمن اتفضل. انا تقريبا ايمن نسيت اعمل لك اميوت ثانيه. مساء الخير، سامعني كده كويس؟ حاليا انا طالب في سي اس تخصص كلاود كومبيوتنج، وكان شركه زي هواو وكده، كان الجامعه بالشراكه معاها وفرت لنا كورس اللي هو الاتش سي اي اي. فكنا امتحنا، واللي هو كان نفهم في الامتحان وكده بيتاهلوا بعد كده. الامتحان تقريبا هو ما اعرفش ب 1500 دولار او مش عارف 500 دولار حاجه زي كده. فهل الحاجات دي مفيده اكمل فيها ولا امشي في التراك مع نفسي بره؟ او شكرا. والله بص، آه، واوي از a good cloud provider يعني. تمام. ولكن للاسف الشديد هو ما مش مشهور في بلادنا العربيه. تمام. حتى هو هنا موجود فيزيكال جوه المملكه. تمام. ولكن مش محسوب يعني، ما حدش بيهتم بيه قوي زي comparing to جوجل وايجر والكلام ده. اعتقد والله اعلم، لو انت خدت الاتش سي اي. الاتش سي اي ده طبعا ده ايه، ده اول اول المجال يعني بتاع الكلاود في الواوي. لو انت خدت الاتش سي اي، فانت ممكن تكتفي بده وتبدا بقى تبص على جوجل او على ايجور او على اي دبليو اس، وتهتم بالموضوع اكتر. ان كونك تدفع 1500 دولار في امتحان واوي يعني انا وممكن اعتقد ان هي ببلاش، يعني هو بيقولوا هي هي مجانيه. بالسيرتيفيكت مجانيه، فطالما مجانيه خدها طبعا. يعني جود تو هاف. ولو مش اه. عايزها هات انا امتحن بالنيابه عنك يعني. بالظبط. حضرتك. تمام. باسم فخور يعني، مش عارف انا باسم يعني في واحد صاحبي. ايوه، انا ازيك يا باسم، ايه الاخبار؟ ازيك يا رزق، عامل ايه؟ الحمد لله اولا كله تمام. انا بس عايز اشكركم على السيشن المفيده دي جدا، يعني حبيبي. متشكر يا رزق جدا ومتشكر يا باشمهندس احمد. آه، انا مش هطول، سريعا انا ليا عندي سؤالين. آه، انا حاليا شغال سينيور بزنس اناليست في شركه مالتي ناشونال، لكن من منظور الكاستمر مش الفندر. ف بما ان الكل دلوقتي بيدور على حته الكوست اوبتمايزيشن وازاي تقلل الكوست والريدكشن، سواء كان كوست افويدنس أو اي حاجه ليها علاقه بالفلوس يعني. انا عايز اسال ايه مدى المساحه بتاعه الفينوبس او الاريا بتاعه الفينوبس في حته السوليوشن اركيتكت. دي بيرفكت. حاجه التانية. انا
هل في مثلا زي تراك او باث معين آه، آه، موجود حاليا لحته الاي اي، يعني سوليوشن اركيتكت بس للاي اي؟ لانه احنا دلوقتي الاي اي بيبوم جامد جدا. فهل السوليوشن اركيتكت عنده القدره والمساحه ان هو يديزاين سوليوشن ثرو البارتس او الكومبوننتس بتاعت الاي اي؟ هل في حاجه كده ولا لا؟ شكرا يا عظيم. باسم. خلينا نقسم او ناخد السؤالين. السؤال الاولاني: ايه اهميه الجزء بتاع الفين اوبس في الكلاود اركتكتشر رول؟ ده جزء مهم جدا طبعا. يعني انا عامل ايه، حلقتين بس من الفين اوبس كورس اونلاين فور فري، وبكمل الباقي. وان كان بس انا كنت منتظر في واحد من الاساتذه الكبار يعني عامل مجموعه من الحلقات كورس كامل على الفين اوبس، كنت منتظره ينتهي من الكورس علشان ما كررش نفس التراك. فهو يعني ايه، قريب هكمل لكم الفين اوبس تراك ان شاء الله. ولكن ما مدى اهميه الفين اوبس؟ الفين اوبس مهم جدا جدا جدا. ليه؟ بص يا صديقي، احنا ما بنخترعش العجله، العالم كله اتجه للكلاود من سنين. يوروب عندها كلاود، امريكا عندها كلاود، الصين عندها كلاود من سنين. فاحنا هنعمل زي ما عملوا بالظبط، بسيطه جدا. الفين اوبس ظهرت بعد لما طلعوا على الكلاود واكتشفوا بالونه كبيره اسمها ان الكلاود بيوفر عليك كوست. لا يا معلم، الكلاود مش هيوفر عليك كوست. تمام؟ او اكتشفوا كده ليه؟ لان ما عرفوش يعملوا فين اوبس براكتس مظبوط جدا. بعد كده بداوا يهتموا بالجزء ده ويطوروه. هل انت دلوقتي جوه البلاد العربيه محتاج الفين اوبس؟ طبعا، بس مش حالا، مش الاسبوع ده، مش الشهر ده، مش السنه دي. هيبدا اهميته تظهر على اخر 25. ليه؟ لما كنت طلعنا على الكلاود، قعدنا صرفنا واكتشفنا ان احنا بندفع كتير، فمحتاجين نوبتمايز الكوست. او على الاقل انت دفعت مليون دولار، كتير قوي. لا مش كتير، لاني وفرت عليك 2 مليون دولار، بلا بلا بلا. فاللي هيرد عليك فين اوبس، وبالتالي دور الفين اوبس مهم جدا. بنصح اي حد يبدا كلاود يبدا فين اوبس من دلوقتي. وجزء مهم جدا جدا يا صديقي من حياه الكلاود اركتكت تو اندرستاند دي براكتس اوف ديف اوبس و اوف فين اوبس، سوري. واقرا الفين اوبس براكتس الناجحه زي بتاعه نتفليكس او اسمهم ايه بتوع الصوت، سبوتيفاي. طب اوكي. احنا كده دول هنحتاجك في كذا سيشن. عيوني تحت امر الناس في اي وقت. هنحتاجك كده في كذا حاجة. ان شاء الله في اي وقت. طيب، نيجي بقى للسؤال الثاني، جزئيه الاي اي. شوف، الاي اي مش بس بقاله سوليوشن اركتكتشر خاص بيه دلوقتي، لا، ده في شغلانه وجدت في بعض الدول اسمها سي اي اي او، شيف ارتفيشال انتليجنس اوفيسر. وقريب قوي هنسمع ان ده مطلوب في اماكن كتير. وهيبقى عندنا جاب كبيره. ليه؟ لان الناس بتبدا الاي اي وعايزين يبقى سي اي او. ففي فرق الكبير بين النقطه دي والنقطه دي. وبالتالي هنبقى محتاجين نتعلم اكتر. لكن as a business analyst I'm recommending not only AI for you but BI business intelligence for you هيبقى اهم. ولكن اجابتي على سؤالك، هل في solution architecture او design architecture او technical architecture للاي اي؟ طبعا، وده مجال وتراك. وبالمناسبه اغلب الكورسز بتاعته فور فري وليها البادجز. على سبيل المثال اي بي ام بتعمل كده، بتديك فور فري كورس. ليه؟ لان مفيش نولج في السوق، فاللي هيسبق ويديك النولج التول بتاعته هتبقى اشهر من دلوقتي. وبالتالي تقدر تدخل على cognitive.ai او تكتب اي بي ام بيج داتا يونيفرستي على جوجل، هيوديك على cognitive.ai كلاسز، وتبدا من هناك الاي اي فاندمنتالز ستيب باي ستيب، هتبقى امورك تمام ان شاء الله. تمام. تمام. هشام، تمام، شكرا. أشكرك يا باسم. العفو. هشام، آخر سؤال بقى. السلام عليكم. وعليكم وعليكم ثواني، السلام. السلام. أنا هشام من المغرب لكن عايش في أوروبا، يعني أشتغل في عالم الاي تي. اهلا أولا اهلا شكرا على هذا بالمغرب. الايفنت. و مرت قولة أن الكلاود مثلا في أوروبا على الأرجح يعني تحتل يعني جزء كبير من السوق، يعني من فرص العمل. لكن عند النظر للسوق بحد ذاته أرى أن التحول يسير ببطء يعني. وأن الطلب ليس كما يمكن أن تتصوره المرء، على أنه كبير جدا، بمعنى أن الشركات في أوروبا على الأقل بجانب أوروبا مثل إيطاليا، فرنسا، وسويسرا،
أظن أن الشركات تتجه إلى الكلاود، لكن جزء بسيط يعني من الانفراستراكشر يعني التابع لها. بمعنى ممكن تجد شركة تعتمد على الكلاود جزء صغير، يعني مثلا ويب سايت، ويب يعني ويب سيرفيسز على الأكثر. يعني ما رأيكم يعني في هذا الوضع؟ حتى في النظر إلى العروض العمل، تجد أن الشركات يعني حتى العروض ليست بالقوة، يعني ليست عروض كثيرة يعني يبحثون عن متخصصين في عالم الكلاود. يعني من خبرتكم شنو رأيكم في هذا الموضوع؟ اولا يا مرحب باهل المغرب، ويعني كل الشرف ان حضرتك بتسمعنا. بارك الله فيك ثانيا، المهندس. الله يبقيك يا حبيبي، تسلم عيونك. ثانيا، خليني اقول لك ممكن يبدو لك من وصفك ان في يوروب ال 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 الديماند مش عالي على الكلاود، لانك قد يكون بتميل او بتدور اكتر عند الكاستمر. ومن المنطق بما ان الكاستمرز كلهم في يوروب بيعملوا نوع من الريلوكيشن او الهوستنج على الكلاود. يعني بمعنى ادق هو بيأوت سورس الخدمه اللي عنده الانفراستراكشر، وبيصفرها بيرحلها كلها عند الكلاود، وبالتالي مش هيسيب عنده موظفين. هي المنطق. فبيروح للمانج سيرفيس او للشركات دي تمانج السيرفيس دي. بالتالي الديماند هيبقى اعلى عند الشركات اللي بتقدم خدمات المانج سيرفيس للكلاود ده في اوروبا. كويس. وبالمناسبة الديماند حاليا أعلى في البلاد العربية، بالذات في السعودية وقطر والإمارات والكويت، لأن الكلاود از ايرلي ستيج ولسه مرحلة جديدة، وبالتالي مطلوب لسه ديماند عالي جدا في السوق شرق أوسطي أكتر من يوروب. ولكن في يوروب بالصدفة كل الدول اللي انت ذكرتها باستثناء إيطاليا هي دول غالية مرتفعة في المعيشة، وبالتالي التوتال كوست اوف اونر شيب بتاع الموظف غالي، وبالتالي الكوست اللي بقدر ابيع بيه غالي، فانا اروح اعمل اوت سورس في مصر او في الهند او في المغرب او في تونس ارخص بكتير جدا. علشان كده النهارده الدول الاشهر في انك تلاقي فيها شغل، هتلاقي دولة اقل تكلفة زي بلغاريا على سبيل المثال، زي البرتغال، وهكذا. انما تقول لي سويسرا، يا عم سويسرا ايه؟ سويسرا تكلفة المعيشة في سويسرا قد كده فلوس، وبالتالي الكوست عالي جدا. البلاد العربية الديماند فيها أعلى. البلاد زي أيرلندا، زي أيسلندا، زي البرتغال، زي هولندا، بعض الدول اللي قد تكون أقل شوية في التكلفة، وبالتالي أقل في إنك تريسيل السيرفيس ديت أرخص، فهي فيها ديماند أعلى يعني شوية. تمام. ده مش معناه ان فرنسا وسويسرا ما فيهمش، فيهم بس نيش، يعني فيري لازم تكون فيري هايلي اديوكيتد وشاطر جدا، لان انا هجيبك بفلوس كتير وهعمل بيك خدمه عاليه جدا يعني. اتفضل. تمام. بمناسبة سويسرا، كنت جايب آخر مرة تذكرة القطر كانت ب 160 يورو. بس المهم نسيتها يعني جنب الكرسي بتاعي كده، طلعت بره، ما هي كانت 24 ساعة ب اه 170 يورو. كنت هتجنن. 170 يورو ده ممكن اشتري بيهم عربيه مثلا اه يعني. لا، 9000 جنيه مصري مثلا، فاهم؟ سويسرا عندهم يعني الأسعار مرتفعة كثير من باقي أوروبا. تذكرة القطر بس 24 ساعة كانت ب 170 يورو. ماشي أسامة، آخر سؤال بقى، اتفضل. بس ثانية، تقريبا نسيت أعمل لك أمي، اتفضل. اعمل نفسك أميوت بس. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم أول شيء السلام. أود أشكر على هذه المحاضرة، بصراحة كانت مفيدة. عندي سؤالين للأستاذ. السؤال الأول يعني أرى يعني الكلاود سولوشن اركيتكت متعلقة جدا بالديف أوبس، وأرى ذلك يعني أتكلم أنا هنا عن كندا، دائما يطلبون لازم أن تكون يعني كلاود انجينير أو كلاود سولوشن اركيتكت، لابد أن تكون يعني عندك باك جراوند في الديف أوبس انجينير، باي اكزومبل انزبل، تيرافورم، أو يعني البايب لاين اكسترا. ثاني شيء وهو أنا عندي ماجستير في الذكاء الاصطناعي، هل ممكن يعني أخذ كورسات المتعلقة بماشين ليرنين أو ديب ليرنين أو السيرفيسز الموجودة على الكلاود، سواء في أمازون أو مايكروسوفت آجور أو جوجل كلاود؟ في شهادة وشكرا على كانت اي المحاضرة. اي، على فكرة في شهادة كانت اي اي لسه طالعة قريب، اي دبليو اس عاملاها. مهم.
بس وكان على فكرة كنت بتكلم مع واحد من أصحابي اللي شغال أركتكت في واحدة من الهايبر سكيلرز، وبيأكد لي إن ال AI، يعني هو بيقول لي، كنت أنا بقول له عايز أذاكر ديف أوبس، بيقول لي لا ذاكر AI الفترة الجاية، ال AI هيبقى قنبلة يعني. اتفضل يا أحمد لو عايز تجاوب. طيب، السؤال الاولاني اللي له علاقه اكتر بال آه، السؤال الاول ليه علاقه اكتر بفكره انه الارتباط بين الكلاود اركتكتشر وبين الانفراستراكشر از كود، او حتى الديف اوبس. كويس، بالمناسبه الديف اوبس كبراكتس اعم واشمل من الانفراستراكشر از كود. الانفراستراكشر از كود قد يكون جزء من الديف اوبس. يعني الديف اوبس ميال اكتر للابلكيشن ديبلويمنت سايكل. الابلكيشن ده لو على نيتيف كلاود سيرفرلess تكنيكس فهيبقى اسمه ديف اوبس، لو على كوبرنيتس هيبقى اسمه ديف اوبس، ولكن لو على انفراستراكشر، لو لسه انتير، فهيكون انفراستراكشر از كود. وانا بشب الانفراستراكشر نفسها بالانفراستراكشر از كود. وبالتالي الكلاود اركتكتشر مطلوب منه يكون بيعرف انفراستراكشر از كود او ديف اوبس. سلام بقى لو شاطر ديف اوبس وانفراستراكشر از كود، هيبقى امر ممتاز جدا انه بيمتلك الحسنين يعني. از ات ماست، النولج ماست، الاكسبيرينس مش ماست، ولكن لو عندك الاكسبيرينس كمان لانك هتستخدمها بايدك يبقى ممتاز، ممتاز جدا. ولو بتسالني ايه الافضل كتول، هقول لك طبعا تيرا فورم، لانك تقدر تشتغل عليه حاجات كتير جدا واسهل في التعليم يعني. 40 ساعه تمام 30 ساعه تقدر تبقى حريف يعني. تمام، آه، أشكرك شكرا لكم جزيلا. شكرا السؤال الثاني، أسامة. الاي اي والماشين ليرنينج. الاي اه اي مم. ما بقتش رفاهيه، الاي اي بقت ماست. الماشين ليرنينج ممكن تكون رفاهيه، لان بالمناسبه الاي اي هي الكور بتاع الماشين ليرنينج. فانت somehow مش محتاج to go very extreme. خليك على الاي اي. طبعا الاي اي شيء عظيم جدا، وكل شركه من الشركات النهارده عندها الاي اي سوليوشن والاي اي سيرتيفيكت بتاعتها، خصوصا مع الجي بي يوز. طبعا امر تطور جدا يعني. تمام. شكرا. أشكرك يا أسامة، أشكرك يا أحمد على يعني البودكاست اللي جميل ده. أفدتنا بصراحة جدا 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 يعني. يمكن بقالي فترة العدد ما كانش كبير كده، فيعني الناس النهاردة كانت مهتمة إن هي تسمع لك وتحضر، وفي أكتر من 40 واحد برضو تقريبا. احنا داخلين على ساعتين لسه قاعدين. فأشكر كل الناس اللي حضرت، كل الناس اللي كانت مهتمة إن هي تكمل للآخر معانا. وأسيب لك بقى لو عايز تقول حاجة قبل ما نقفل. انا كمان بشكر كل الناس اللي حضرت، ومن حسن حظي ان الناس كلها حضرت واهتمت. وفي اي وقت اي سؤال انا تحت امركم في اي وقت ان شاء الله. ماشي، أشكرك، وإن شاء الله نعمل سيشن تانية قريب مع بعض. ان شاء الله باذن الله. شكرا ماشي، جزيلا. أوكي، مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة.